كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كويس عراقي دوشنا لأن هذا الانقطاع دوجح ولك عديد إنه رأيزة عملت جاتي دم جبهيد فيس ويقدر مثلا مقطوع حديث إذا تابعي يعني رديس نقدو تحقا تنه منقطع حديثة أولي لروي توضح عراقي سأل له الدالير تو حاكم النيسابوري سأل له الدالير شارحه نجح سنتابعي تو ألح مما لا مجال فيه للرأي تو السؤال دول هما تابعين تو سعيد بن المسيب بسبوه مثلا قيمة تينخ لاتن يلزمنينخ يجوجغتينخ لاتن هم نشتغل غيبيات شخص عم بوقتو وشيقر أولي داتو إشي منيني تان تابعين تو إشترهم ولا شي منيني تدو قيلة درهم دوتي المداتي بس نو صحابي تو ألا تبوتويز ديل يشنو ألا تبوتويز تو ديل منقطع تورج تو حديث أخب وعن حاكم النيسابوري سنخ معضل أهديز بوتو هون تعليل هويتون لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل الانقطاع باثنين انت إذ تابعين تودارين دلهما انقطاع شيء تلو تشون تبو شيء يقع بتر منو شيء وشيء صحابي ورسول ديالي يتويت صحابي يقع بتر فإذا سوى تاع يقع بتر ديالي شنو قال الحديث نهارا مرسل هردريس أما سوى يديالي شنو قال تبو سوى يتابعين تو قال تبو صحابي تو قال تبو أشياء قردويتش لا سويز إستع مما لا مجال فيه لرأي فإستا نيني تان رأي تان هم آليش يوتشو ميت تحديث نتو أشياء كو يوتشا صحابي تنقر خيز خلديش دوتونيز تاقا تنو خزنيزة صحابي تون ديال يلشنين خزنيز دوتو تابعين وشين مثلا عمر سؤوش خزير سون ديال يلشنير ألا إيهم إذا إسنا تا يرف تتقدونا ديال يلشنين حال أي تدقتو الحديث مثلا شيء يقع ما يستحقون صحابي و ديال يلشو تون ديال بوتو فلذلك باستحقاق الاسم الإعضال أو لا تون ديال الحديث المعضل دو إذا تحق دو إزبوي منقطع دو أوتشو تحقا المعضل بوشتك وقال والمعضل الساقط من أسناني إذا تحق دو معضل شيء يقع بيتنقدو تحقا شيء يقع ما صحابي يقع بيس تابعي يقع بيس وندالشي قو شيمناني تان ترلوش دوتو منجح الشي أكوين خاصو يشيا كوي شيمناني يوج شيمناني تأتي شيا قر ألهم دوتي شيا كوي يوج خوان يستابعين تو يشتعون ديتش أما يا صحابي قر ديتنا تبوصو شاي زي ديلي يشنير ديتنا لا تأولتويز تون ديلا شيء يوقع هويسن هوك تون سام ديل صحابي ديلي يشي صلى الله عليه وسلم تون ديل بو عراقي سا الشي نيسابوري سا إذا معضل دو آلا حق دو إذا منقطع دو أوتشلا إذا شارح مع آلر منقطع دو الشي وإذا معضل دو الشي إذا باب واحد إذا تعرز ديليز هاي استحقاق كبير بوي والحمد لله رب العالمين. يتعني يقتت وتعمل بإيديسة تديشي الحقية يشورش دوتشتر إتسنا خشار ذوتر ويجعل المعلول حديث المعلوم تردو خاصا أستنا بالخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة إذا يجني الخطأ درن دولا غالطو بيرداتك شنوق أحا اختلاف خلال ثاني بيلقال دورشتر غالطوي تنخ حديث المعلول أولتر أما تعني قد حديثة تعمو بي إديتش كيش عديثنا دات در ثقة ورشتو ديثنا نشاء تفردا راوي ديتش تنغري قوابو دوري أنتي ورش حال دوكسيغا تنخ حديث الشاذ أولتر
كما هو صريح كلام الحاكم النيسابوري في كتاب المعرفة. انت تفريق وينتيت تفريق. إذا النيسابوري حاكم النيسابوري توشي جين معرفة وتجين يتوحى سنقمه بالقلدون اشتبه. وما يدل عليه صنيع غيره من أهل العلم في بعض المواضع اشتا سنختر تو بين بوش بلخ اختر اشت عالم ناخخ اشت تفريقين اشبون تعيوش متكشكح شي جين يشكح كالدار قطني وابن صاعد بل وأبي زرعة في مواضع من كتاب العلل اشت مثلا أبو زرعة دار قطني ابن صاعد تار يتفريقين عن بو شي جينا علل الحديث اجي علل بوشوت حديث أبو زرعة ابن أبي حاتم سيازن. فكان اشتراط سلامة الحديث منهما معا ضروريا. سنديلة إشي تعني تاشن يقع تفريق تعني تاشن بيحكم هو كبر صحيح دوج حديث حديث ماش خليز منهما من العلة ومن الشذوذ يعني بيحكم هو كبر ضروريا يبقى ديما دوان بو. وندأ ليكون تعريف الحديث صحيح دوج حديثا أبرد لاني خلال حامة شاملا تشولوتش لكل الأحاديث مسو حديثا داقوش مسو حديث التي اشت حديث دوش وقع فيها نوع خطأ شيقحة أشبك يالي يرشتر حديث دوش رواشكر. وشاملا اشت حديثا تعرف خلال ترحمة تشولوتش أيضا للحديث الصحيح صحيح دوشتر حديثة عند علماء الحديث جميعا مسو علمنا نقرقع على اختلاف مذاهب مصطلحاتهم والله أعلم. سيرة باش خلي حجنا مذهبش كع اصطلاحات كح سير مذهبش ك سير اصطلاحش ك حجنا سعشت سير مسان قرقع حديث صحيح شلوش خليت الحمة سنديرة ألا سندير خواتينا يبيحكم حديث صحيح ملوضو إذا شيقحة أن يكون سنده متصلا وأن يكون سالما من الشذوذ وأن يكون سالما من العلة. الشذوذ علة عني يالير بحن إدون تسعبوت علينا شاذ علة تساعده أسعبوت شارتان يقع تفريقه يتفريقين شار مثلا نويتع علة حقيقي ساشن يقع بيحكم تبيش بو عالم نيك تعريف يقي ويتسي. أما بيحكم إذا يقع حتى شاذي علة ساشن يقع تفريق يشبو عالم نيك داق تصلوص ويداق سو حديث تعريفه ما صحيح حديثي ويبيحكم سع بالج. أما شي بيحكم بالجي أن يكون سالما من الشذوذ أن يكون سالما من علة إيشي سحني داليجي تأقى تشولوت سويزة مسو علمنا عندك. إذا قولوا بالبيحكم برا صحيح دوتو حديثي فتحا قاعدن بيربوية بيوضا بالبيحكم إن شاء الله تعالى تدوش درسها دوتر دوي. والحمد لله رب العالمين. عبد الله بن مبارك بحد أي بائي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والفهم. تحقى ويسوترها ويقوض درسه ناظم الجحاء يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله الجح. قال ناظم سأل يرويه عدل تحقت يشمي وجو دوش خلد يشتوي حديث هذا ويبيع بيحكم بو. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث. هذا بيحكم بو حديث صحيح غلرا حديثا بيحكم شخ بيحكم بور. قد يحرنك اتصال السند دراي توضح سلامة من الشذوذ سلامة من العلة. هذا يرويه عدل بس رواية العادل إذا رواية العادل دهر
أن يكون رواته عدولا حديث دوش برشة برداتشكشة وشة عدول خلر دويس فما هو تعريف العدل تيش مي بوشتك عدل بوشتك تنالوشتك هدو تعريفون عرفه الحافظ ابن حجر وغيره ابن حجر إيوشتوء تعرف نبوه بأنه إخلر من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى إذا استجح سباسوب نستخلر دويزة كتنجح نتخلر دويزة يوجشه على ملازمة التقوى ديله قيررتنا تأوكشيس ملكة بوش جائزة صفة راسخة في النفس بوقته واجتناب صغائر الخسة اشتك ازغدلا كيجي قنوشة جين والرأ اتمنت اويكشة سنجح ملكة خلاردويس وبهذا عرفه أيضا من قبله الغزالي والسبكي ابن حجر الحلق الولا غزالي السبكي ساشماء ينة تعرف وقد يستشكل اشتراط الملكة إشكال هول برابليم هولون بو الملكة صفة راسخة في النفس بوشتك بس إذا بيحكم خواتبر فإن معناها ملكة لو بيحكم خواتيش معا هدبو أن يكون الراوي تقيا مجتنبا للصغائر بطبيعته لا بلا كلفة مثلا بملكة نقحسن ويألشي ديله قيررنا كيجي يقينوشنا جين والخلوية شويز بالملكة ويألشي سن معن هدبوسو إذا راوي بيرداتش خلوية تقيا ديله قيرش مجتنبا جين والورش للصغائر كيجي يقينوشن موخا بطبيعته شيء آمل ثاني بلا كلفة حيوكش قادوش آجي اسهما تعيدا ما حقولين استحلقين إدولش سنة وهذا يصعب تحقيقه إذا أدمع خلا يسوش استداد سدر خلدون بو يدمع خل إشترهم ولو اشترطناه وإن إبيحكم خواتيشي ملكة لقل العدود تأقم تيش ميشك إزيك خربرون بو وعز وجودهم في واقع الناس تقنجح بيخير داترش نيخا داخرحا نجح بيخير باترش السف دي سفيت النسفريالي خلق يقدرش بوك إزيك خربرش بو إشت بو ناخ لكن دلح يزول الإشكال إشكال إفراب لما تعيوض بو إذا فهمنا الملكة الملكة بوشتر سنة ويقيتشي على معنى أن العدل تقصن معنى ويقيتش موخة تيش مينك يشترط بيحكم هوتبطن ألا يكون صاحب هوى إذا ديغ بيزمن تأحوى الجارة سخدر دويس بحيث يحمله إيش ديغ بيزمن يقشى على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له سوي ويجر دويزة عدالة يوخوش دوش همان تأويكش ديغ بيزن بولش ديغ بيزمن تحوال شارع سفدر دويز إذا احتاج إليه إلى منافي خلقية وتهيأ له توشي إداءه توبالش يشي حشت خلجي يشي إداءه توبالش عدالة يوخوش دول هما تو دردويز إذا سن عدالة يوخوش هم دول إذ ليس كل صاحب هوى تمنعه عدالته من ذلك هون دالتي ما سوء ديغ بيزمنا تحواش ورستق إذ يخمزته بوثن سن عدالته من ذلك تحقته عدالة يوخوش تلتشمنخ والله أعلم ديك خوشوك الله. وقد قال الإمام الشافعي الإمام شافعي اسماعيل رحمه الله لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا عليه السلام تعامة خشين بو إمام أحمد آجي إمام شافعي الله هنا متأخذر
تود عدل بو كودو الله متأخل سو اشي متأخل تاني عايز خلر إيني بي اجي ادم متأخل الله دا دلح تنقر نجحها غالط ويوجبو ما عندكس إلا يحيى بن زكريا إذا يحيى بن زكريا بيصوت إذا دائما الله أنا عايز دائما الله أنا متأخلش الله أنا عبادة تشارك إذا عايز تسهلش ولا عسى الله فلم يخلط بطاعة إيش تسعى مساجين شين بوخ إمام شافعي الله أنا عايز كله تاقا عايز كل شغل استجا ديك نخ تاق متأخلر سون دعيش دوتش اجي عايز كل استج عايز خلر ترى ديكو ما دوتو بو ما عندهم فإذا كان الأغلب الطاعة نجح سن أدميح دقه دلهما سن متأخلر دلح الله متأخلر دلح فهو المعدل إذا تيش ميجاره دور شويس تيش متعبير جاره دور شويس إذا كان الأغلب المعصية أم نجح صندوق حول أحد الحالتنا عايز خلحة فهو المجرح إذا شين جرح ينجاره إذا سقط يدور جاره مثلا. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله ابن حبان سأل العدالة في الإنسان أدمحة عدالة خلر تيشم خلر إذ هو عدالة هدو أدمح خلر هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله إتراوي جح أدمح دق حول سنة داخل يحسن خينح دق حول سنة الله متأخ خلر دقس لكن الله متأخ خلر سنة دقه دلها عايز خلر الله تأخ عدالة سنة لأن هدى جوية متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال نجح سن ويألجي مثلا بيحكم هوتيجي وينيسو عدالة عايز خل سعنو حولها عايز سهل شو تنجح بيا تنجر بيا عدالة ويقوبل يشتغلجي أدانا ذلك اتهم ويدقردو إلى أن ليس في الدنيا عدل تهو الدنيا عادل عدل ويأتسأل اتهم أنت أدقردو هند إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها هند أدم تايتر حولش شيطان يتعسقت دو جرخ ماش مدات بو بل العدل مال هو عدل لورش منو بو من كان ظاهر أحواله طاعة الله تن قوش دل حولش دق دل حولش الله متأحكل دلح إذا عادلوا والذي يخالف العدل تحت عدالة دحى الخلط ويشك إزمله من كان أكثر أحواله معصية الله إذا دق حول شي حال شي خان يدق حول حال إن وشا ديك الله متأح كل طول إن وش دق لحات أحكا إذا عدالة يهنو عدالة خلط ويشاره إز ثم العدل عدل بوشتك لا يكون عدلا استجت يشمي خرواتس إلا إذا تحققت فيه أوصاف يعني شرائط بيهكمش كتش تنجح خيل جيبي هل كتش يجح خيل جيبي إذا عدل لورواتس وهي إمله دوناتي الإسلام دوحاني بوصل ديندو التكليف بخيتر بالخردو اجتناب الفسق إن وهجين والردو اجتناب خوارم المروءة تحقا قوان خل يوخش دوشهم نهجين والردو بيوغ بيحكما عدل وجستجع خلدي يشتغل ألا يكون مغفلا تحقا إذا مغفل خلو يشوات تحقا مغفل بوشتجع فإنت شرح تيرتو وشرحا لهذا نقول تحقين سوى حقين لوت بيحكم شنا اتبقي بيحكم شرح ديش ويقول أولا دحر ويقدر بصوب دين إذا بيحكم وان أنه يشترط الإسلام في الراوي حديث دوش والبيري داتشكا
تنجح يبصل بخلر إذا بيحكم وإذا أسلوبيه. فقد أبى الله تعالى أن يكون الكافر عدلا. الله دالا كرستجا إذا تيشمي والخيوك يتقى الله دي ما در ما عندك أجي الله دالا تيشمي تسوينا كافر فهو غير مؤتمن إذا تيشمي واتس. وكيف يؤتمن على الحديث ويؤمن منه الكذب وقد كفر بربه تعالى. كافر إذ حديثا تحتيشمي مو ويرويز سنجر اش بش تسابوج التيشمي مو ويرويزة شاقوال نوديل تسوكرس نودين هج. وعماد الرواية الصدق رواية الركن سنت أتوجر تنورت والإذا بقل يرمته. فالكافر مهدور العدالة أبدا. الكرس تجا إذا تيشمه العدالة شيجرة يواجنا شيجرة إذا عياله إذا دائما. ثانيا شول هدك تنديلا كافر حديث ديتشي ويتسنجر إذا قابل صدو إذا بصوب واسع. أما خلطر له سج كافر ورش قيمة عليه الصلاة والسلام حديث خزة سوتح إشا بصوب دينتيا شو تحت حديث ديتن إذا قابل يشتون لا إدوش حوله إذا بصوب ولندير. ثانيا شولغ ويشترط أن يكون مكلفا. شولغ بيحكم راوي جحكل بيشكولا عدل ورشولا عدل يقدوشتولا إذا أن يكون مكلفا إذا بخيتر خلر دويس غير متقوتن خلر دويس بالغا عاقلا سوي شيئا ليتني ولش عاقل قيت ميحولش خلر دويس حياك أوضوش خلر دويس يستوعب الرواية تحقشا يوتشو رواية إستولوش تنقيتش ويميز بين الأشياء تحقا هما نشنوقها قاستن بشارخ هما قاستن بلور بوشارخ الويشويس. بل قال بعض العلماء ملخ تعبالو عالمنا ألعونا يشترط بيحكم بسنجحا أن يميز بين الحمار والبقرة. تحقا حديث دوتش وجه إذا سنجح بال بيحكم مكلف خلويشويزة تحق تمييز ورشيت قاستن بلوش ورش موخة اللي تعبوا علينا مو بيحكم وقتين سوق أستن برضو ويرنية بجني يوقع بس هر بجندو هر ويردو يعني مثلا ناق أستن برور برش. وأنا أقول أقوق شارح بو أسأل بيحكم بو يميز بين البقرة والبعرة. إذا أستن برسون دعيو تمييز هما نوقع أستن برور برش كنويش وإذا بجنية بجنه داك أشتل قوي مثلا اسيقار قدو هر بجنده. فلا تؤخذ الرواية من غير المكلف. مكلف وشنجرة حاويتش داتس حاويتش ياتس رواية. كالطفل مثلا بيرسن والمجنون حيقا يشنوكسن مثلا. فالطفل لا يعرف حقيقة الأشياء بيرن همنا تتقوئس حقيقة تتقوئس. ولا يميز بين الأخبار يقامي اللقاح أخبار خبر نقاحها أستمتبسه. بل هو لا يميز بين الصدق والكذب مال هو تبير ومخارستك يبقدر نقاحك أستمتبلتنك لأنه يتحدث على التوهم ولا أجبير دويش هما إذا موتن تحقية تحدوش ومشدوش. يرى الحمار فيسميه بقرة مثلا تن فيرغو سوير خائدوانك بجندو. والرواية رواية حيوية الحديث النيقة مبنية اتأبيغن بو على استيعاب المروي دويش هما تلات من. والطفل ليست لديه هذه الأهلية أبيرنجحا إذا هم ديت أهل لياتسنجح. فكيف يروي الأخبار تاق حديث أسرشت ومو يتردق. وفرق للأحباء باش خلويون بين سماع الطفل وروايته بيرن حديث خزري وروايته سودي سردي. فالعلماء إنما تكلموا في صحة سماع الطفل من عدمها.
عالم ناخا قام يغدناون بو بيرن خزر إزنيس خلر يتخلر، ولم يختلفوا في عدم صحة روايته حال طفولته. دلح تيرا يش رزنغلاسي ياتحون عالم نيخا تو بير دولش ديتن روايته إذا نيس تخلر نتاح نيس ياتسأل استعرض غلاسيات مسارة بوسار إذا نيسيات بو جيمولشة تويتين رواية، لأن العدالة هنا عدالة إنما تشترط حال الرواية، هنا رواية توي رواية يوجكنا حديثا يقبيوج أتحولها خليش تنقع عدالة، لا حال السماع والتحمل يحديث خشت خيانية يحديث حقويش خيانة حي خليش ياتنقع عدالة، يحديث تو حدويش خيانة خليش ويزا فتأمل تنقوين يلع سون مثل داودش داود مثلا قيجم قيتيت مثلا صحابة الصحابة وشا بخيتر بولي بايمرين عليه الصلاة والسلام حديث خيش خليرسان مثلا أنس بن مالك سن جيمورش بايمري عليه الصلاة دعوة الوض حديث سوبايمري عليه الصلاة والسلام تنقر خزنا أنس بن مالك توليل وشطل بلغش جنتون صحابش برشيئة عدول بلح مثلا دار مش بوت أمي حديث حدوش كان حديث جيمولشتون خزري اتع عدالة خضر مثلا زعا بيحكم بعد، أما حديث حدوش كان احتاج عدالة خضر إذا جا بيحكم بو مثلا تعتابعي حالات شوي جيمولش حديث خزتون يجيمولش تنجح حديث خزدو الحديث إذن خش كينا بيحكم بس عايز عدالة خلر يعني حديث وحاويش كينا أمز حديث قيتشن عدويش كينا تاك بيحكم تنجح خل بيشبو حال الرواية خل بيشبو تنجحش لا حال السماعي والتحمل. ثالثا قول بل بيحكم عدل ورش ورجو راوي جح خل بيشبو، ويشترط بيحكم بعونا ألا يكون ممن ثبت فسقه يحدث دوش ويكتخلر شيجح بيسقل شيجح عيس خلر شيجح ستنورش شيجح إذا قلت دالو جارة يسخلر دويس موه نكسن كمن يأتي بالكبائر دقيقا وش داش ويكسن ويجهر بالمعاصي دقيق إنوش لجأ سداش قلت دوش إنوش داش ويكسن إشت ولحا عدالة يخنويس. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله خطيب البغدادي سأل ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث عايز خلر إذا دقوا بلغش ستشدون بوك أحسن حديث أسنا دوش بس حديث دوش بوش ناسك أحسن دوش. وأما ما يختص بالحديث منها أم حديث خوتل دول عايز خدرش وش ملوخ دبو حديث خوتل دول عايز خدرش منها تو عايز خدرش شهدو يأتبلغ شهدو منها جي من أمور كثيرة يعني منها أمور كثيرة شهدو الدقضو بلغ شهدو منها تارهدو فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دير إيجانت صلى الله عليه وسلم خرصون شقوالر دوكيس سون حديش كان متنن حدير إيجانت ألا بوشة دير إيجانت خرصو قوالر دويس أو أسانيد المتون يه اس حديث المتنشنا تارنش يقر تيبوشكشة يوقي آخر دويش مثلا. إذا حديث حقيقة خواتل دولا عايز خدر دويس. ومنها اشتاره دون اسبلغ شخة أن يدعي السماع ممن لم يلقه راوي سبيري داتشك وشين خزبوش قيقا برا شين جنا ووش يشات عن قيتا ووش وستغير
سنديرة بيمانة صلى الله عليه وسلم خارج وقول شو تنجرة حديث قابل تدو عدالة يوحنا ولن ديرس يشتش يعني جنا وتشحة شين تنجر حديث خزبو تنجرة قابل تدو عدالة يوحنا ديرس. وهل يشترط في العدل ألا يقع في كبيرة أبدا؟ خاطر له مثلا بيحكم بوي أسلوبيوي تيشمي عدل والشوت راوي جحا صوت دق الصدر بمعنى آلشي هل إذا ارتكب الراوي كبيرة من الكبائر مثلا استجى دق أديش راويس إذا برداتكو دق أديش دقيق إنوحسو دق أديش ثم تاب منها صوت إسك إنوخ توب دينس وشاهدين دولش دق إنوخ ترد إليه عدالته تنتيش ميخلر تن يخدي أرزوي أم أن ذلك قادح فيه إلى الأبد إيا إسن عيس خلر إتهم نوتن دائما سقطي لوريز دائما يتوب ديش تنجر قابو دايزا يتوب ديش تنجر قابو سدش دائما إشتا سقطي لوريز حديث ديزر حقع. اعلم خالح أنه ليس من شرط العدل تحقتيش مي والشراوي إذ بيحكم باتهم أسلوبياتهم إخلر ألا تقع منه المعصية تنجرت عيسهم تدوش عيسهم شيجر تدوش إذ خلر بيحكم باتهم بل قد تقع منه المعصية ملخو نجح تنجر دالتان بونا غالط له عيس خلر ولكنه دلح إشيجر عيس اللي يلوجه يراوي سرعان ما يتوب سيخ توب دتو ويؤوب ويعود إلى ربه شاقوال وجديل يرزز عز وجل وإلا فليس هناك أحد معصوم من الخطأ إشتا سخيل جمه قدع وموات بوتها تعا وموات غالط ونخ لروين بايماش بوزوش كمين غالط وولشو تنديرة حديث دويتش ويجا وإذا عدل خلويز إنوخ جين والويز عيشي يبوغدات سوغرت يكإذن قدالة تدول بوغداتيس قدالة تامبو تنجر وندعيشي تعاء موات بوستوك إنوخ لروين. أما وقوعه في الكذب إنساك إنو إشق حقين جودح معصية حقين جودح إنسا ساقي قدوكو حقوش إذا تدم تبغي تشتكدو. أما وقوعه في الكذب أما تو خارستك ديتر كوزع دويش تو خارستك إذا رواية تشكح تو خارستك ديتر دو فيمارن صلى الله عليه وسلم وهو من أشد أسباب الفسق إذا إجر عيس خلال بحن الشهر إجر تو بحن دويس ثم التوبة منه صوت احتو توبديش تنجر إز توبديش تو تعاش بيتين تو توبديش حديث قابل تنجر يتدو فهذا فيه تفصيل عند العلماء عالمنا عن جرجحة اتوفر وسحة تفصيله رزي سنينيو دوحنك فإن كانت الكبيرة كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح سنتو بيتن بول أشبش إذا ديل إلجنت اتو بيتن بول ديل إلجنت اتو خارسو قولنا الله صلى الله عليه وسلم فالراوي برداتك ساقط العدالة أبدا إذا دائما شي عدالة يجنو وشارهويس شي عدالة دعيال شارهويس تيشم دعيال شارهويس ولو تاب توب دنيح فتوبته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى تنتوب سني تقول نوج الله ني يقعيس يقول نوج الله ني يقعيس أعوذ بالله يقول نوج الله ني يقعيس سنية دالي يقعيس توب در. أما رواية أموين جرجحت ويوجد رواية فهي مردودة أبدا تنجر رواية قابل الشاه صوت قد يلي الجنة صلى الله عليه وسلم أشبهتن حديث يقدع ما حدث به قبل توبتي أو بعدها سن رواية يخت وهنيو قابل الشاه دائما سوى توب دلي دي تندق سوى توب دين جودع دي تندق إذا تنجر قابل دشتات. وإن كان الكذب في كلام الناس أمتو خارستك دي سر إذنيه قمي لح دلحا وإذ حديث خواتن ما داتسجح بس قمي لحشين خارست وشتقوقس مما لا دخل له في الدين دين حقح
خوات الهما دات سو دين حقع خارستك دويت شواتيز فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا تاق حارم ديك حانا ديش واتيز يحارم ديك حانا ديش واتيز وتاب منه شادوش تو شاخارس ليرخ ناخن وقع كامل شاخارس ليرخ سنخ توبة دينتسو قبلت توبته سنجر توب قوبو بيدو وردت إليه عدالته سنتيش ميخلر سنجيوها دير زيردو سن عدالة سنجيوه يزيريو ومن ثم قبلنا روايته تأقى سنجر سويشتو رواية سنيق حديثا سوحباش بنيق ويسنجر قوبو بيبو اسبري بيردات شكير إلا أن الواقع أن العلماء دلح أبوثو دي سفيتي النستي عالم ناخا وإمة الحديث حديثا إمام شاء لم يكترثوا برواية الكذاب بعد أن تاب سار الكذاب روايتي ترنا ترجم تبورون ساربو صوتو بديجي صوتو بدين جوتها زبوت ستدور سار اكترثاج زبوت ستدور придавать значение. اتسومن تدم تسبوي ترسال اتسومن عايش وتسيور تارجر ات حديث خارس وقولن وچونجر حديث خارس وقولن وچونا چونجر إذا قابو در سن جوت سيور سن رواية شخ لم يهتموا به بوردك لم يهتموا برواية الكذاب بعد أن تاب توب دين شوتها فالغالب دق حوله أن الرواية التي رواها اتخارس لشوتو كذابو روايتي تشتع رواية وصدق فيها اتش رواية بقلي نقص تويس هيت اتخارس لشوتو نو بقلش دي تكسو ستكون محفوظة من غير طريقي خالح بوتو رواية تتويتنا لا إذ يقسان اشتور سامية صحيح يرحيين هريونس صحيح يرحيين هريونشونا رواية نجحسن كذاب وشابق لوشي سع رواية يشي قيش نيقسان صحيح يونس ويتون رواية تقابل تون رواية ويا ترجم بشلير زيش تاقا رابعا ديورودك ويشترط في الراوي عدل والشوش راوي جحخل ديش للأسطوى ياخدو ليكون عدلا استيش ميخدر إذا عدل خدر شي جحال راوي جحخل ديش للبيولوب والبيحكم أن يتقي إزلر ولردو خوارم المروءة قوان خلا يوخ واشتوچو همنخ وهي يهودو يقوان خلا يوخ واشترو قوان خلا يوخ واشترهم وهي الأمور التي يشبلغ شدو الشا هم نشدو الشا التي تستهجن في عرف الناس تستهجن تستقبح بوضو ناخ نجرجح ناخ عادة تشنا ناخ غير قشقح ناخنا إيشتخيش دول بلغ شدوكش قوان خليوه واشتنهم هدو إذ ناخ نوقحا إيشتخيش دولهم نشدوكش وتدل بمجموعها تحق إثبلغش إثقوان خليوه واشتلهم نشة تردق مسارة تأنيس وبو على أن الراوية يحديث ديوش وبيرداتك ليس أهلا إذا أهلوات لتحمل الحديث حديث حية يحديث تعدل مثلا ومن أمثلتها سن مثل شهدو مثلا القهقهة ويل ولر والضحك الشديد جوغت كان القهقهة تيرسر والضحك الشديد يجوغ ويل ولر في مجامع الناس نهقل بالبرش نهقل مشكح والمشي في الطرقات بما يظهر ما فوق الركبة مثلا ينيقش يقح ينيقش سوال بالليل مثلا قول اللقح شيء متقاقش تويس شورتك ونيلر مثلا وهي تختلف دلح يقون خلا يوخشتلهم نشبوشتلهما وإذا تختلف
بحسب الزمان والمكان والحال. إذا باش خلش دعونا تيب أنخلون إذا زامني متي حولي حاجن دون إزبو، لأنها إهم نشاء وانهل يوخشتلهما مرتبطة إذ خوتلدو بدرجة كبيرة دق درجة بإعراف الناس وعاداتهم نيخ غلقش ساء نيخ عادة ساء خوتلهم دويس. فما تفعله في مكان هو فيه من خوارم المروءة مثلا عن سمعت حتى هم ديش إذا وانخل يوخشتلهم نهدو إذ اسمتع، فقد يجوز لك فعله في مكان آخر تقيش متع إذا نرمال منهم هلتان برشتون بو اسمتع ديشي تاهونا دمكش دوشيهم وانخل يوخشتلهم نهلوش دوشيز مثلا. أو زمان آخر يقهيش مثلا زامن قح أعيهم ديشي وانخل يوخشتلهم نهلوش دوشيز. ولا يقدح في مروءتك حق وانخلن توسع سق دير دوش بفعلية أحيهم درس مثلا داروش بوتو. فالأكل في الطرقات مثلا نيق يقع نيقش يقع هم يأر كان من خوارم المروءة عند السلف سلف شنقرقحا وان خليوخ واشدوش منه درس رحمة الله عليهم الله كان يتنبول وسلف شخ. أما في عصرنا أم ويزا منقحا فلا ينكر الناس الأكل والشرب ناخا إنكر الوسيو ناخا إيشتخيش هم نهدات إزبو سقو هم يأر سقو خملر في المطاعم مثلا كفا يتوح ريستران توح وأمام المحلات يتكن حلقح وفي الأسواق يباز الشقع والطرقات ينيق يقع مثلا تغنى إذا قوانا ليوخ واشتوشمنا لورش داتيس أحلق لورش الليس تندير بوتو إذا بحسب المكان والزمان خيستوش همان شتوش دائما تعتر خلش داتون بويزة خوارم المروءة قوانا ليوخ واشتوهم زامني حاجن متي حاجن هردويس حولي حاجن. ولا يشترط العلماء عليهم رحمة الله فعالمنا بيحكم هوتين با أسلوبي تسهوتين بو ألا يأتي الراوي إذا برداتك بأي خارم لمروءته على الإطلاق تار هوتين أسلوبي إذا مثلا هوت وشيات من أسلوبي تعاتن قرقون خليوخ واشتدهم تدالر فسار أبشم ألايس قون خلا يوخشتهم تدالر إذا أسلوبيو عدل ورشولا راويقع. أما إبو ما عنداس هنا إطلاقا تويس بولنستو إذا تنقرص دالة تدورش كلويش واسيس بو ما عنداتيس بل ملخوء قد يفعل الراوي بعض خوارم المروءة نجح إسبيرداتش كيردال تنبولش دعونا قوان خليوخ واشتلا هم ويظهر من سيرته سيرة وقوش دورون بو أنه من أهل العدالة والصدق والديانة عدالة أهنه بقليرا الدين أهنه استغفلر فلا تسقط عدالته بذلك اتهم انتان عدالة تيش من هذا الوحي وشياتهم تنقر نجح قوانها ليوه واشتوتمنهم تنقر داج. وإنما اهتم العلماء فعالمنا آخر تيرجم بنا بتتبع أحوال الراوي وسيرته تو برداتشكي حالش أحبازش اتمن تيرجم بنا تار تون داخل تيرجم بنا تار لينظروا إشحاو سرحم هل أكثر هذا الراوي من الإتيان بخوارم المروءة إذ برداتشكو دقو خليتي تنقع إذا قوان خلا يوخ واشتلهم تنغير قدوخ واشتلهم دق دينيتي تويس حتى أصبحت عادة له لا تفارقه إذا إمت ولير واشتن عادة خل إذ كأش ووتش إشتخلت يحتن إذ فيسقطون عدالته بذلك تحقا إشت ودائم يوم لير واشكلشي قوانا ليوخ واشتلهم تولير واشكلشي تأكتن عدالة دعيوقتار إذا تيش من هلر دعيوقتار حديث علمانك لأن مثله هناك إشت وتجا قد تحمله نفسه على الكذب في الحديث هناك تنديه تنسن ويقتن بعون إسبوع إذا حديث خارج ديسرا تأويقتن بعون. أما أن ذلك وقع منه مرة أو مرتين
فقد تكون عن طريق الخطأ. أم سنجر نجح إدورش خج عادة تاتون دائما نجح تحاز شوز سنجر دالشي إذا قلوا هذا نيقه دالك التامبو سنجر. وهم يعرفون ذلك بالنظر. تان إزدوزعون بوغا إهما سير داخل سير هما نشكا حاوسرس. هل لهذا الراوي نظائر وأخوات لهذه الخوارم إذ أفرد لون مثلا في داتشكي تنجح إيش يقون خليوه وشتل همانش تنهترنش قي دويتيح تنجح. أم أن ذلك يندر وقوعه منه إيه تنجر إذ نجح دورشتل هم دوتيح يزولي إيش تنداخل حوسر ثاني خأحون إذا عالم ناخن. يقول الإمام الخطيب البغدادي خطيب البغدادي سبو الله كان هي تنبوي تنخه في كتاب الكفاية شي كفاية أورشتوش جاين انجحها. والذي عندنا في هذا الباب هقرز ديلع هقذاق انجح واقع دقا رد خبر فاعل المباحات إلى العالم إذا مجين دون همنش ليل وشول ستيج خبر عالم سجي ديرزو ديزبو. والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه إشتا سن عمل سو يشلهم سن ديرح السودول يسدول الحجب يزبو أجي مباحات شتول مجين دون همنش سوليل وشتول همنش سن ديرح السودول سدول إذا حجب يزبو. فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به. مثلا نجح سنة تعالم سجن تنظنن تنجح إذا تنموترح سودالة تو إمجين دول هم نش تولير واشتلحها هم جين هم دويس قوان خليوخ واشتلهم تن مثلا نجح سن إذ توليل در تن آملخ دلح مطبوع على فعل ذلك إن تن آملخ إدلح والتساهل به إهم ليل درخ إذا تيرجم بشواتح ملو يشولح تنخ تكون دو إيلتو المباح المجين دول همنش مثلا مجين دو نيقق عيائهم يا أم إمجين دلحق الحديث دوش بالعالم نرجع من خوارم من مروءة دورشتويس تارن مجين دلح تارت ليليش دوشة تارت ليليش تامبولشهم داسيس برستو ناخن تامبولش دلح بايم الحديث دوش بولش نام تامبولش داسيس تندير بوثر مرتكب المباح تندير الحكين وش تم حارم مداسيس مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته. نجح سن إذا ولح بوخ خارستك دويت ووتش يخارستوتش من ستيوشل بشواتح بل يرى عظام ذلك ملخوة يخارستك ديتر دوك هيش إذ ولح وتحريم ويزحارم خلرأ دوك خيش إولح والتنزه منه إسنا دعت أنوال ويش خلر استجح خلديش دات الخيش ولح إراوي قبل خبره سن خبر سن حديث سن رواية قابلير. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه أما سن حوال تستيت عالم سجن جرجح إذ إحال تنجحها غير دلحة إذا بيحكي ويرو عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. اتحول نجح سنة خاص تجديد سرناء إذا هي تواتح إذا نبعت أنا ولا اشتغل دي شواتح تأكتن دربو تقع مروءة يوغوشترهما تودش دلح دق تساهل تنجح دق يلح أكا سنة سويش العمل يتري سن عمل يتريو سن خبر سن حديث سان عمل ير سن رواية عمل ير دتردبو سو حدل دو رواية يفتو لبودريس سولين دو شهادة إذا قابو بيرداتبو.
فهم عالمنا خبوتو إنما اهتموا بضبط خوارم المروءة ترجم بناون بوخ المروءة يوخشترهما حق حاتنا يجا تعنيزم يدالورن وتتبع من وقع فيها من الرواة إذا رواية شديوتو بيرد أي حديث شديوتو بيرداتشكشكا ترجح يكون خليوخ واشترهما حانجر هدى ملخ اتشوجنا إذا خوارم المروءة حانجر هدى اتنا أحبازنا تلنا ونتعربوه لمعرفة منازلهم من ناحية العدالة من جهة تاريهون دينبوه إذا عدالة بوشت لهم دوزر حامية رواة شمتك شيوزر حامي أصحقها ولمعرفة هل هذا قادح في أصل عدالتهم أم لا من جهة أخرى شولغة تاري هون دينون عالجي تاري حال شطلش تارجع لهم دالة تدالة حاجر بعد شولغة حال هون عالجي تارجع يدقم خلتي تخلتي تارى عدالة يوخ واشترش دوتي إذ يداستي أل سندالة تلنا ويز بو عالم ناهيز تاري حال أبقى أولو بيه كما خامسا ويشترط في العدل ألا يكون مغفلا أبقى أولو بيه كما إذا مغفل خلويش واتس يقبل التلقين تلقين قابل يش تلقين قابل يش خلويش واتس بو تلقين بوش تكودو ده هو حديث علما قا تاك مغفل إذا سيخ يخدر ورش بوغدو مغفل يحيقل يس ديك دوج تاك سيخ يخدر شويد إذا مغفل يقبل التلقين تلقين قابل إيش مثلا اسمنا مغفل تاك التلقين هو تاك تلقين بوش تاك مصطلح حديثا فإذا قيل له مثلا راوي قالج هذا من حديثك هذا حديث شهدو قالج بس أحياني يقسان حديث شهدو شهدشي مع كونه ليس من حديثي سن حديث شهدو شيحا مثلا حديث عبوهر حديث شهدو هذا حديث شهدو سو قال نعم ها دو سو بلا تردد تعاش يكسورش سيخ اويلر دوش اشتونا شي حديث شهدو شان حديث شهدو تعاش يكسورش ها دو سو بلا تردد فكيف يتحمل من هذا صفته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش صفة توتشور استجير ديل يرشن حديث حمويت صلى الله عليه وسلم قال الحميدي عبد الله بن الزبير حميدي سأل الله كان هي تنبول سنخار الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب هو أن يكون في كتابه غلط إذا سجع يلا غفلة غافل الله يؤذبه إذا نحكي ربح عن درسون حديث قابل تدش الغفلة التي يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب غافل الله يشتغل إذا إبح عن درسي حديث قابل تدش تغيير الرضا اعتي قزع رضا بورجة اسم مصدر يريد به اسم مفعول قزع لوشتك رضا بورشة ريز خذ بوغداس قزع لوشتك مرضي صفة تويز الرجل بوغتن الرجل المرضي اعتمو هذا ايش تويز يرد بها حديث الرجل المرضي اعتسن الرضا بوشتك قزع مرضي بومعنده أي شيء ريز ولش ول ريز خل ترلوش ولش تغيير حديث قابل تدبو الذي اشتقون ويزا لا يعرف بكذب اشتقويزا مرضي ولش ريز خل تنبولش ولش ولا ويزا اش بيترت ويزن ولش ولستك تنجا غاب للخلشي حديث قابل تدو يهودو إذ من غاب للويس وهو يخذردو أن يكون في كتابي غلط سن جاينح مثلا تعمو حديثوس وجاين يعزين الجاينح تنا غالط ويو
فيقول له في ذلك تنج أول أتحق أحتستدي أول فيترك ما في كتابه شيجين أحدكتو عددتي ويحدث بما قالوا شيج ألدل هما دويتسو أو بغيره في كتابه بقولهم هي تير دش ثاني شيجا ألوتون دش ثاني شيجين أحدكتو أولتو لا يعقل فرق ما بين ذلك تاك اتسوق أهل باش خلق تخطن بو شيجا ألتوني شيجين أحدوتوني أو يصحف تصحيفا فاحشا يقى دوقى غالط ويقشى تصحيف يسوى أي خيوتسو دشنش خيوتسو فيقلب المعنى معا قلدوقتو مثلا لا يعقل ذلك مثلا إذا مشى معا قلد يعقل إحسقئس فيكف عنه تنخ يهقيت آجي تنقرنك عدت بوردويس تنقر حديث عدت تنقر يغوب للخلور بحن درش مثلا حديث سمع عن حديث كان دوش حالا داق ديزك تحداق ديزك حالا دوقش مثلا ايريتو يدشن اولش دوش حركش خيترت يدونا حرفش خيترت ايريتو معن قلدورش تصحيف فاحش يوز إشت تنقع شايني يتأتكوز شاي شيغر دالي تدالي اتوقع فرقا ياتن يروش واتز تاكتنغرا قابو تدبو تو حديث. كذلك إشت من لقن فتلقن التلقين شين تلقين يجي إسعى يتوغويز يرد حديث الذي لقن فيه اتشين حق احتلقين يليرشو الحديث تنغر قابو دش داثبو وأخذ عنه ما أتقن حفظه تلقين إز وديتنيز لقح تنا روش تكودو مثلا تو ديتن دوش تو حديث ديتن مثلا حينه من يهدين شيخير حديث ديتنا جديتنا شاول قابل دتو مثلا يتلقين إذا قابل دش تحتون دش تو تلقين يا تن رواية شدوش تو تلقين أن يعرض عليه الحديث الذي ليس من المرويات تنت محدث و تن رواية كهدوش تو حديث تن دعدو يتسرى أحديثنا ولا توها ديسنا شاول إشت يتلقين ينيولش تو حديث قابل تدو أكيد عليك تن حفظ دك لقابل دبوتو إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما نجا أحسن يتلقين تن أي أن يقال خين دلا حلق تن يخلي يتسأل إشت يوزن وضح فأما من عرف به قديما في جميع حديثه أما تنبول نشتو يتلقين قابل يرتس إما مسو حديث عشت وشوك فلا يقبل حديثه تن حديث وبشي قابل تدو ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن تو داش دقا عامي نقا تن تلقين انهلجارة خلتر لألا دوشتو تن رواية شخة تخلي شولش دويس تن ديلا إشت حال خلجي تن قلت أسوي وتباختو حديث نقا حسن جميع الحديث قاع تلقين هلا أم نقع تلقين هولش نقع تهولش خلاحة تلقين يلجعتنا تويس تعم أوتشينيكو باختنك أحياني يحتنقر حديثي الحديث توشي وجه قانون الخلال إزياء يشت خلال يبوت الدين هولال ها ديس نشا أوتو اختلاف خلقتن مثلا ها ديس نشا إلتو يا حديث مثلا أحياني يحتنقر المين يحتنقر حتى ديسين دات تويس تون تلقين أوتو نخا إذا قابل دش دات تنقر إذ مت قابل دش داس نقع سنة حديث تلقين يرشح إمنا حديث دات أكيد هو حديث شمسون صحيح دلها قابل دشتو إمت تبوتو نقع سنة إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه تويستون إحت إخليتون إتلقين توني فهم التلقين تح خليتون إس حال موضوع وشنا إيش داترتون إس قابل داتون جرا تو دقع ديك عامين هذا الحديث أما دائما يتلقين قابل يتان ووش خلقاتون قال حديث قابل تدبون دار تو عامي نجا تلقين نجا شيء أتاش نمرهدو أمن يوتن دي تيشن بوتن دي قال الناظم نازم سباه ضابط بيحكم كي هو يبقى بيحكم ما رواية شيء ضابط خلال دقيس
هذا هو الشرط الخامس والأخير من شروط صحة الحديث. هذا بخيولغا بيحكم بحث حديثي بيحكم شخ حديث صحيح كذا بيحكم شخ أن يكون رواته ضابطين حديث دوش بيش ضابط خلر دويس ضابط بوغا تويس ثبت بوردوكيس تاقا تويس ست شي حديث ست تاقا ضبط يلش تا قالوا على دوتش تاقا تيش ميولش الشي اشت امان دكتن هذيك هو معن تن نوحتي متى تان مش تان اسنس دالة تدوريس تاقا شادويش تو حديثة يهم ديك خير تاقا اتنقح قلت ويلر ايوك ضبط شا ضبط بو جما ورسي متى حالات مثلا ضبط بو قولو تاهما احا ديك سيستم انسان ديك حد عدهر تاهم برايفل انسان حاومش حديك دعدهر تويس اتنقح ضبط اول كوزا علو اشتاك كودو تنقح ضابط بوشو تويش حديث يحا شادويش اولش تو دوش شاكوش قلت اولش متن حنيس حالتو رواش شيخ شكرنيس حديثو إشادك يتقضى ضابط أج إذا بيحكم بوتو. ما هو تعريف الضابط؟ الضابط بوتو لوش تكودو اعلم أن الضبط نوعان يا ضبط شنديقي يقرشون ضبط صدر وضبط كتاب تو استقدق عامين دولهما تجعدر جين حيازين دولهما إذا تجعدر. قال الإمام ابن معين الثبت ثبتان ثبت صدر وثبت كتاب. ثبت توشي حديث صحيح دولش أدويش تغنيسة أدويش والشولة إذا شين ديق ويقلش ون دقا عام وشويقو جين يازي شويقو جين حشين دا حديث عيازي شويقو. وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب. أبو صالح بوشويقا الليثي كاتب تنيازر خو إذا ثبت كتابون تويس تن حديث ثابت تعونا يازدرت ثبتونيس حفظا ثبتوات ثبت كتابونيس با. يشير ابن معين إلى أن من الرواة من يعتمدون على حفظهم. فحق ابن معين سيشريو بيرداتك شهوون بوت حويقا شيء فامتن تتوشوك فهؤلاء يعتمد على ما يروونه من حفظهم إشت بوتانا ساشيا حفظا قر حديثنا تتوجوه. هناك من لم يرزقوا نعمة حفظ الصدر إشت تعبوا رواج بون با الله عز وجل نعمة دقح عام در بورتو نعمة سدل بو ولم تكن ملكة الحفظ عندهم قوية إذ دقح عام در بورتو إسبسوب نستا توسخ اللش بوتانوقع. فهؤلاء إن اعتمدوا على كتبهم المصححة المقابلة المنقحة ورووا منها تاق إشت بول عيلنا شايجينيش مثلا شايجينيش كح يفهمت أوثر لشبري شايجينيش كح حديش دع يازين تان تصحيحين تاق تان مقابلين تويس إش دوستن قيتش عرسان مثلا يا شيخا تدعديتني حديش إش تغالش حتى عندن إلشي تار الشايجينيت يتأكي حديش ديتشي فحينئذ يعتمد على رواياتهم تير روايتنا تاقت اتوشبون با. فأما ضبط الصدر أو الحفظ ضبط الفؤاد فهو أن يكون الراوي قد حفظ مروياته في صدره. ضبط الصدر بوكودو الحفظ يدقع عام در بوشتنالوش تكودو إذا استقوى راوي سبيرداتشكوا شيميلو لا مرويات شت وشا حدويتش وشين يقشت ودقع عام دردو واتقن حفظه لها شاي عامين الجو ديك عام دينتو وسوير شينس ودينتو بو اشياء عامين وجت مروياتشكا اشي بيرداتش تيبوشكشكا ايدقوا. واستمر هذا الضبط معه لحين ما يحدث بهذا الحديث من حفظه. إشتن ضبطة تن حفظه تدقى عامين دقى تن سخرني تدنبو تو حدويتش الخين يقاتشلت فيؤديه إلى غيره كيتن تو عليز دعديتسلت. وهو مع ذلك قادر على أداء الحديث إن طلب منه دون أن يستعين بكتاب. إشت إنت قوتش باتنج مثلا حديث ديخش
أما ديت عديخشة تحاجين يتقوء تلوخشة إيجين حديث يدقل دعديت. وهذا يعني إن تنرؤش تقدو أن الراوي يحفظ الحديث من حين أن يسمعه إلى أن يوديه. راوي حديث دقا عامدش ينخيش دون دعديت أعني آجي تنرؤش تقدو آلا أنه لا بد للراوي حتى نحكم بضبطه لروايته. تاكت راوي إذا تويش رواية إذا ستيو تنتع حكم ده وين قهم وين نيب خديمة سبو أن يكون ضابطا في 3 أوقات خينحا شعامل دو حديثنا ضابط خلوية شوقيس تو يستدقى حوش اختلاط يوش يديت دين ووش تاك يسميش ودين دوش تو شادقى عامل نقى ضابط وخلوية زيسكا خينح من قخان وقت التحمل يحديث سعي يتشكينا وقت الأداء دعدو يتشكينا والوقت الذي بينهما تاشن يقع يتشكينا يحديث دقع حوش خلوية زيس. وذلك لأن الراوي من المحتمل أن يخطئ في التحمل ومن المحتمل أيضا أن يخطئ في الأداء. في ذلك حديث حيوتشين قلوالي شوشو دويتشين قلوالي شوشو وإن ضبط ما تحمله وحفظه جيدا أم نقع سنتو دك يحديث عامين شاسع يستوجد الحديث ثم اعتراه الاختلاط قبل الأداء توتع عامين دو الحديث وجه اختلاط خلقتن قبل الأداء تو حديث عديس لي وجه سميش وديش تقصد حديث مثلا السند عن اختلاط خلقتن مثلا شاء حلق عامين يرقو مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا بريمير واسيالو شي سيبوش سهلة تامبو حدا ليتوي اشت عامين يرتويس نو وجه وقخل دلح الموخ دلح فامد قال لي على اتسيبوش خيطة خويتش دويتكتوي حديث مثلا عامين كان عبدك عامين يرتو ندعدو كان على اختلاط خلق فسيقع الخطأ في أدائه الحديث بالضرورة اشت خير شيكو يوشي حديث دعدو كان غالت دوجر مدو باختو. أما إن كان ضابطا لمروياتي في الأوقات الثلاثة أما قائي خينا يستج ولقى حقنا قائي خينا إشي حديثا ضبط يشي خلها وهذا الشرط الحكم بضبطه. إذا بيحكم بوصن حديث ضبط يضابط وآلة حديث ست آلة يجعل بيحكم بويس سنديرا إذ قائي خينا دقح حديث بايس. ثم نسي بعد الأداء الاختلاطي مثلا حديث دعديس انشو تحسوت حديث تلقتنز مثلا قبل منه ما حدث به قبل الاختلاط اختلاط خلي حلقة يشلي حلقة وخلي حلقة وديس نجا قابل يردتنجا. فالعبرة بضبطه وإتقانه وحفظه لما تحمله وقت أدائه. لك ترمي الوجه تكفود بوت واستجا حديث دقا عام در تنج أوخلر تو حديث يحا تو يدك ديتر يتو دعدو يتشخين عدو تو عامين الخانية تو دعدو يتشخ الخانية إذ وكرت عبرة الوجه. أما تو تعها يتن اختلاف خلشي يختلاف خلي حالته ديسنا قابل ديشتو. وأما ضبط الكتاب فوان يكون الكتاب محفوظا لدى الراوي. ضبط الكتاب بوشتولوش تكودو إذا راوي سه جينح شي جين لردش لنخذر دوكس وأن يكون مقابلا مصححا مراجعا على أصله جين قيد جين يشدوستين يا شيخا تأديقنا ثم دعديش نخل ديشتو أشيب كشغل إسبراويتي نخل ديشتو مراجعا على أصله فكون قعدورش دور جينا شا حديث ديسن ويجي قيد جين يترتو حيازين دلحا اتن أصلا وانت دوكشا دوست يشتو السنتان. وأن يحتفظ به أيضا لحين ما يحدث به إشي جين تنقع خيل ديشتو لردش تو حديث تعدوش خين ديونك إذ يسمع غيره من الكتاب وليس من حفظه. يشتخيل ديشتو يزبخ حديث تو دوش تقا قيتن خوزيش خينه جين يترديث ديسو شي بامت يردوش. والمراد بقولنا وإن لوش تكهدو وإن دشت مصححا مراجعا على أصل بوشنا لوش تكهدو أن الراوي يتحمله تحملا صحيحا من شيخه. إذا اتراوي سبيل ذاتشكو نيس شيخ يسعى يتسي حديث
ثم صححه بمقابلتي على أصل الشيخ تحت شيخي أسنو وانت أدوكشا دوسنا دعنيستنا تويز سواء قابله بنفسه أو بمشاركة ثقة له توشا دولتويز يسعى ثقة والشقية وداقلاتي تونيز جين إسبراو ديشكينا جين شيخ أخيل دورتو جين أسنو وانتان دوس شخولي ليزتو دوستين تو إديسنا مخدلحتو مقابلة تيشي شايد الله يثقة والشوسن غديش تلح إشتا خلدي يشتوتنيس مصحح خلدي يشتوتني جين مراجع على أصل خلدي يشتوتنيس والمراد بقولنا وأن يحتفظ به بوشتجا جين لردر بوشتنا لوشتكودو أن يظل الكتاب في حوزة الراوي فيه وفي حمايته إذا تستك دولة خلاردويس تويتون حوزة ألشتون توجوبين تون ملك عقل ديزيز بقولك يسون عقل ديزيز تون عنا اللي عقل ديزيز يعرف خطه شيء خط شيء بوتشر كيرش ويضبطه ويميزه من خط غيره تقديك إذا دعني استش ساق استوشة شيء بوتشر شيء يوتشو إلى أن يؤديه إلى غيره قيتم توي حديث عديد سلط يبوه ما عنده اسم فإن أعاره غيره اشترط أن يميز خطه من خط غيره تعمتنجر مثلا دعكتشيز يخدح دحش إجين بيحكم ببوت وشيب بوتشر قيت بوتشر ساقاست وش خلر حتى إذا أزاد أحد شيئا من الكتاب بين السطور عرف ذلك وميزه تعم مثلا أكون جاين دعنا تو مغرش نيوك يسعقيهم يازيتي إشيك وشركية نسحق أسوخوش خلويزيز با ولا يكون كطائفة من الرواة ممن كانوا يمكنون غيرهم من كتبهم إخيل تسويز تحبو لا رواة شخيري داتشك شخيل بو تحنا تحبو ناخسن خيل تسويزيز با تار شيجين يشقية شارقلور باخ فيزيد بعض هؤلاء الممكنين فيها حديث فتحبو تشارشين يجين دل برش ديش دلاح يجين انتحي جيتا يجين قودين شارع تار تتحديش أيازيور ولا يتنبهون هم إلى ذلك إيش يرواد شتان بالقل تدور أيازين الحديث الشيش حلق يازين دو الحديث كسفيان بن وكيع وأشباه سفيان بن وكيع تنهترناش مثلا والضابط ضبط كتاب دون ضبط الصدر ضابط جين دقع خوش وقت جين يتيازن وقت شي حديث تنضبط نقا إذا دقع عامي تترواس بو لا يصح له أن يؤدي مرويات من صدره تنشي قرر شي دقر العديد شي أكتدو شي عامي نقا شي مرويات شي حفظا قرديتي شيئا بل يشترط أن يؤديه من كتابه شي جين يدعدي يستيش لتويس لأنه لم يحفظ كتابه ولم يتقنه هندا يجيت وشي جين دقع تعامين ولم يتقنه تويس يأسر الشين سوتالين تويس ديك كدو دقع تعامين أما من جمع بين الضبطين أما شيء يتحن ووش تأخوك شيء ضبط كان يكون ضبط صدر وضبط كتاب تويس دقع عامينته جين دع يازنته شي حديث كتابه صحيح مقابلا وأيضا يحفظ ما فيه توشي جين مثلا الشيخ دو جيني تانشيني حديث عدل والشيخ جيني تيتو شيخ تان حجم دعنيستين دوتو إيش حديث دقع خوشة دوتون إيش تولس دقع فهذا له أن يحدث من كتابه وله أيضا أن يحدث من حفظه تون مكشدو شي قراء حديث دعديتا يشتون إيشتا شي جيني تيردي شي يشتون شي دقع دعديتا يشتون وإن كان تحديث من كتابه أولى أما يجيني قرتو جيني تيري حديث ليسر إذ غولي عدبه لأن الحفظ يخون هنا إجبامي تنجح حاستا كالويت أيه والكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان جينا جين دغالته أبيت ودرفة والسبيل إلى معرفة الضابط الضابط ويوات إمو خوردو اعتبار رواياته تنا رواية شتير ميلاترت وذلك يتم باستقراء وتتبع وسبر مروياته إذا تستقوي يتنى روايات تن حديث تن حدلش اشتلرت تنتح بولبرت
بعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان سوس حييتين الرواية شا تنختر ثقات شبوش بل قبل علم ناخا يتين مروية أجسان يستقطن إش فإذا وجدنا إشت ثقات بوش شيء حفظا شيء إتقان شيء ضبط وين بوش بل فإذا وجدنا أن الغالب من مرويات الراوي أنها موافقة لروايات الثقات نجا أحسن وإن كرينح اسبيد داكشكي دقوخ الروايات شت وصحيتين له قبل محدث تيشمي بوش محدث تي رواية ثانية شرح علمنا أنه ثقة مثل مطاق ونخا قبل علمنا أحسن إذا ثقوي تو إذا تيشمي حديث حيث مجدوش غير وش محدث ويخوانيس وإذا وجدناه يخالف في الشيء بعد الشيء فبقدر مخالفتي لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه أم نجا أحسن تان إخيلت له يشولحا أو رزت تانو منجحا ذكرش دليش تان خيلت له يشلحا تان خيلت له يري حج خأوين تنضبط غيلل وإذا كان كثير المخالفة بقي مثلا محدش سواء خلط ودق يشلح فراتي وليس دق دشتلحا أو كان يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات ثقة بولش نيخ تار ديتن دول حديش كح تار ديتن دول حديش دوتش كون قح بيقي حديش داس مثلا تفرد دلح عرفنا أنه سيء الحفظ وليس بضابط أقوى خائز به تنفامت وخليئة ضابط استخلية قال الناظم صوتع إلى الناظم عن مثله يعني أنه يلزم لصحة الحديث أن يكون كل راو في الإسناد متصفا بهذه الصفات راوي سن حديث صحيح خلاف هو راوي إسناده خلو يشو هنت ويلك حديث دورشتولا صفات ششي قعدوش لا يتخلف عنها واحد منهم تحا خشيح تحديث نووش فلا بد أن يروي الحديث عدل ضابط من عدل ضابط عن مثله إلى منتهى السند تحقاتوا حديث ديستيز عدل ضابط عن مثله تو استشاس النورش عدل ضابط والشيشت حديث سند شكالت وكذا في باقي الشروط إيش كدعوية حقينو يستينو بيحكمش تجح سوف داتش تعترف ديستي الموسات فيستش ثم قال الناظم توضح إيلر ناظم معتمد في ضبطه ونقله يعني وهذا تأكيد لمعنى الضبط المشار إليه في الشطر الأول لنفس هذا البيت في قول ضابط أو شرح له فسر انت تراوي إيلر ضابط خلو يسأل إذ أجعرش دالوش دورك باحثو طيش يا ضبط أنجحت أتوجنه ورش شيء ضبط أنجحت سنت أتوجنه طيش سنجح ضبط حفظ خلر بوغدويس حفظ الكتاب له وحفظ صدر له ضبط الكتاب وضبط صدر له سنجح خلر دويله فست أجعلش دالين يسو هربيت وبهذا نكون قد انتهينا من الشروط الخمسة التي يجب توافرها للحكم على حديث ما بصحته حكما سوى قاچنبو حكما سوى چق دولة تحقا بيحكم شحخينا عن حديثا صحيح دؤال حكم ده خلدي يشتغل اعلم خالح أن الحديث الصحيح يسمى عند أهل العلم أيضا بالمحفوظ خالح صحيح درشت الحديث علمنا أن قرقع اشتنه محفوظ أولون معروف أولون متفق عليه أولون مستقيم أولون مستوي أولون جيد أولون قوي أولون ثابت أولون مشبه أولون حجة أولون فكل هذه الأسماء يعبر بها عن صحة حديث ما هو حديث أتارخ إيش إترشل وها هرترشل سو حقين لا سو حديث صحيح خلال بيلغا دوقش أولشتون محفوظ بوشتك يغلب إطلاقه في مقابل الشاذ شاذ حديثا دعال دوشتونا ليروشتون إزبو إذا كان الشاذ مما عرف بالمخالفة لقى أحسن الشاذ حديثة قي صحيح دوشتو حديثا خلط ويرس دوزن دلا والمعروف بوشتك يغلب إطلاقه في مقابل منكر حديث آجي تندعى دوشتك معروف حديثون إذا كان المنكر مما عرف بالمخالفة كذلك
نجح سنة منكر إذا خلط يرسدو زندلا. وقد يطلق المحفوظ على المعروف والعكس والأمر سهل. نجح معروف حديث محفوظ أو نجح محفوظ حديث محفوظ أو إتس منجح أمر سهل. تويسا تع خلوة يشي تع دو بلا تدديش مداتز أهتم دون إزبا. والمتفق عليه بوشتك هو ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في صحيحيهما من حديث صحابي واحد. إذا بخاري مسلم تاشن برتك لك شاشن صحيح عن صحابي كلا تاشن ديتندو. أما إذا كان المتن واحد عند أحدهما من حديث صحابي غير صحابي الذي أخرجه عنه الآخر نجا أحسن مثلا متن تعيو أما صحابي رازنه مع اتفاق لفظ المتن ومعناه. صحابي تعنا مثلا إم بخاري أبو هريرة يرديتنا مثلا مسلم أنس يرديتنا نمتنا تعيوتن تعمى عندوتن اللفظ ما يرمتنا نجاحا لفظ توتش يوتاشين ساتر يتمتني شين عديس شين صحابي جديتن أو معناه يما عنده تير ساتر. الظاهر من تصرفاتهم أنه لا يعدون من المتفق إيش تخيشي إذا متفق عليه تلوربا. والمستقيم بوشتك وما جاء على وفق حديث الثقات من غير مخالفة في المتن أو الإسناد. مستقيم بوشت الحديث من وضباحته إذا ثقة بولش بالعيال الناخ استيش مية بولش حفظ شادك شاكل ما ديز دولش بالعيال الناخ سارة ديت إن الحديث تان سات فيت دوشة دي إن الحديث مستقيم أول يمتن نجاح يا إسناد نجاح خلطو يردوش. ومن قولهم مثلا تار أول محدش أول فلان مستقيم الحديث أولي حين هدينك حديث صحيح دون شو شيء أولي أو يتار أول أحاديث مستقيمة أولتو تار. نعم. وقال ابن معين سأل قال لي إسماعيل بن علية يوما إسماعيل بن علية إيلرس يكتعدين كيف حديثي سحديث موضع قال تويلر قلت أسئلر أنت مستقيم الحديث حديث صحيح درشوين. قال فقال لي تويلر وكيف علمتم ذلك مو خير شنال. قلت له شائلر عرضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة حديث أوها دستير نيخ حديث ثاني تقطوين إكريرة صحيح درش. قال فقال الحمد لله تطو إذن الحمد لله الله نخاستن بوشا إشتي خذن. ومنه والمستوي مثل المستقيم مستوي بوشتك مستقيم بوشتك سندون باغ. ومنه قولهم إشتو محدش أول مثلا فلان مستوي الحديث ولي حين يدنق مستوي الحديث أي مستقيم حديث صحيح درشويز. قال أبو حاتم سأل في عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار حكى علته صالح الحديث مستوي الحديث ثقة كان مستوي الحديث بوصو صحيح شينيس ترشويز حديث شينيس ترشويز ثقة ويس تيش ميويس. وروى بعض الضعفاء حديثا بإسناده عن الزهري عن أبي إسحاق السبيعي قال الإمام ابن عدي تعبولا غير بيرداتك شديسنا حديثا بإسناده شينتي بوشكنسا زهري قد عن أبي إسحاق السباعي قال الإمام ابن عدي سأل هذا الإسناد ليس بالمستوي هذا إسناد نيسيات لأن الزهري لا يحدث عن أبي إسحاق هند آجي الزهري أبو إسحاق السبيعي تنقر دوجتات يعني أنه إسناد مركب غير مستقيم. إذا حد إسناد ووش توخيوزا شيء إسناد ووش غير مستقيم نيسيات سباقسو. والجيد بوشتك قريب من الصحيح صحيح بوشن غير قدون إسباق. وفي التدريب تدريب الجينا على إن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة عالم تجا تاره وقع عالم تجا معدشة صحيح يرى جيد حديث يتسول عن إسباخة إلا لنكتة عن ورقية شما النيبي كان يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته مثلا
حديث حسن لذاته دوتيرا حال دالي ترحام باي مثلا ويتردد في بلوغه الصحيح تاك صحيح هي حلقة تنتعي حديث كلمات سديش كلرني باي فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي جيد آلر إتن جيد آلرت صحيح بوشلا جملة خريون باخ إذا رتبة إذا مهتك إشت قوي بوشت الحديث دون باخ والجيد غير المجود جيد بوشتك مجود بوشتك داتسون باخ سبوتت مليبا فإن هذا من أسماء المردود إذا حديث يختو هدوشتوش حديث ترشيون بو مجود آلر وعلماء الحديث يقولون علمنا أولو جوده فلان أولي أي لا يعنون أكثر من أنه أسند الحديث أو رفعه نوش تكودو حديث إسناد حيالي يا حديث عن أديجي صحابين يلتن صلى الله عليه وسلم أو رفعه يا حديث يلتن حالدي مرفوع دي إذا كان غيره يرويه مرسلا أو موقوفا قيت نجح سنة حديث مرسل يا موقوف دوجتله بصرف النظر عن كونه أصاب فيما زاد أم لم يصب باش خليات عن با تون حديث تو إسناد يتشكنع يرف يتشكنع نيس خلة يا استخلة إذا اتون منجحة اتون تحويش مثلا تعمو حديث مرسل ديتشي مثلا صحابي حفظ سويش تابعي جسراز ويلشن تيوكش حديثك يلشن يرأل صلى الله عليه وسلم هوكو راويس واوغي صحابي الحل هو تابعي حفظ ويش حديث قيس حديث تو إسنادنا تو حديث يقعد عوال لك حقين تو يلشن تحالوك نتو يصحابي تحالوكش حقين نتو إذ موقوف الله إهم ديشي مثلا تنخ علما جوده الفلان وجوده فلان أولي وقد يطلق جيد على الغريب والمنكر أيضا إشت جيد بوشت الحديث نجع غريب حديثنا منكر حديثنا نجع إسبور زوتان إسبا تو يستيوش غيلة حديثتك ومن ذلك قول أبي داود أبو داود دوشتون تنه مثلا أنا لا أحدث عن فضل بن سهل الأعرج لأنه كان لا يفوت حديث جيد شاتدوت حديث فضل بن سهل أعرج بوشير هون دالجي جيد حديث منوات دش داتر تنخ تخدورش داتر جيد حديث تو يست جيد بوشته كذا غير حديث بو عنده غريب دلا يا منكر دلا كذا جيد أبو داود غريب منكر بوشة معنى إسبول زوتنا وقال ابن عمار يحيى الحماني قد سقط حديثه ابن عمار قال يحيى الحماني تن حديث دوجنا واحد وجتن تن حديث قبول دشتات قيل فما علته بهن هدو قال لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب ولا لأهل المدينة ولا لأهل بلد حديث جيد غريب إلا رواه فهذا يكون هكذا سويلر بعن هداتي أهل كوفة تعا جيد غريب حديث مداتر أهل المدينة تعا جيد حديث غريب مداتر توديتني بي تويس إغيل حديث توديتني بي دمدات بو إيش تخيتي تن علة تقول باتن حديث واحد وجهن بيلغلو إيوان باتن الحديث قبول تدر يعني من فعل هذا يستحق أن يسقط حديثه بس إيش إبوال بشويقات تن حق دون باخة تن حديث واحد وجه أجي تن حديث قبول تدر وهذا الفعل هو ما يسمى عندهم بالسرقة عالمنا أختنا السرقة أولتنا لجدر ويصفون فاعله بسارق الحديث إشتا يبوغ لير وشوشها سارق الحديث والحديث لجوشك وقد وصف الحماني بهذا سحماني بوش وشون إشت إكوت سدل خلاون سالبا والقوي بوشتغا مثل الجيب جيد بوشتك دون إذا قريب من الصحيح صحيحا غير دون إذا توجد سامي تويس خيوان جيد بوشتك شيء وريان تزيغ إسبور زوتش جيد غيل دوش يعني نقع غريب دول منكر دوش حديثنا أول نقع صحيح دوش حديثنا أول سنديرا يقول شو تشون تيرمين تو إيمنا ميلش أو إسبور زوتش وإذا خاء ديز سنديرا واجنا يو وصول في مصطلح حديث يوزر إيش واجنا يدو هو علم سكتير من يوزر والثابت بوشتك إشتون قوي جيد سن
والمشبه بوشتك يطلق على الحسن وما يقاربه. مشبه حديث أول حسن حديث يتو حسن حديث غير دوش دوشو، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. حسن ثاني مشبه حديث دوستش مود ونأجي، جيد حديث صحيح حديث ساندوش ساندون با. فهست جيد حديث صحيح حديث الجملة خردو إلرتو إتايبا مشبه حسن الجملة خردو. قال أبو حاتم الرازي في عمرو بن حسين البصري، يا عمرو بن حسين البصري بوش حكى إلى أبو حاتم تركت رواية عنه، تنقل رواية حد ترشا، فهو ذاهب الحديث، حديث عدال ليس بشيء. ليس بشيء أجي تستغيل هذا بالقضوقش كويت عبارة يوم. أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا دحر ديك حديث ديتيرتو، ثم أخرج بعض لابن علاثة أحاديث موضوعة. صوت أبو علاثة ابن علاثة بوشنجرة يقطع الموضوع حديث ديتيرتو، فأفسد علينا ما كتبنا عنه. حلقة ديتين ديك تقوينا إخارست الحديث ديسنا دوخ يرسو شادك، فتركنا حديثة تندلتن حديث عدي تروخ. إشت الله لردش توك إيوشنز صلى الله عليه وسلم قميل. والحجة حجة بوشتك أعمو إذ بولي أبشير نبانياتي يتنبو، فهو يشمل كل ما يصلح لإقامة الحجة ولو كان دون الصحيح. إذا دليل خليش ميل دوشت الحديث يصحيح لخر دلحة سنة حجة ليش. وقول ابن حبان في الضعفاء كثيرا، ابن حبان سلوك لي ودش جينع ضعفاء بوشتله تقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. حديث احتجاج تديز شينا ثقات عالم ناخا شيتا تار ديتن دوجن سأتري سدشت الحديث سيبي. فهو يعني بالاحتجاج هنا الاستئناس والاستشهاد. احتجاج بوشو كنا قزح لا يعجبني الاحتجاج سنة لوش دي ابن حبان دوش استئناس استشهاد بوغدو. إذا تعتوش اللي ندال درتو تعقي حديث. وقد صرع هو بذلك في مواضع ولفظه في بعضها تعدوش مكة تعتوشا بالقلد عقنيزة. سؤال لا يجوز الاحتجاج إلا فيما وافق الثقات. بقي عالمنا ثقات بورشبول محدش ديتن دو حديث سي تير حديث ساندوش خيلشي بيديت من قرداتسا في دو الحديث. غيل دو الحديث يسعي دوش حديث اللخر حديثة إشت تير حديثات الاستشتراحات أقديس من قردوش بو، فيكون حديثه كالمتآنس به دون المحتج بما يرويه. إذا كاكبك تعبت كريبليني دالور سنخو الحديث دوي سن تعسين تيامبور سن سميلا تع شا أصلا قاعد دليل داتي إنه ده أصلا قاعد دوش دول دليل إيش قاعد يرسن دالوش دويس با. ومن ذلك قول الإمام أحمد في عمرو بن شعيب إيش مثلا صعق عمرو بن شعيب حكى على الإمام أحمد ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء. نجح دوت تنساني احتجاج يبا فعمر بن شعيب ويتنجر نجح تنسى احتجاجه نجح دودا دال دوت ودالين دك عمر بن شعيب ودالين دك نجح حدك شعجي مقيرم هول تنخباه تيسو دوش تو شو منجح. احتجاج هنا بمعنى الاستشهاد بوم عنده تيستويش اللي دال در. وقد صرح الإمام أحمد أيضا بذلك فقال في رواية أخرى اشتغلت وكيش روايته عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وإنما يكتب حديث يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. عمرو بن شعيب تنقردق منكر حديث لتنباخ تن حديث دعداز دو تيرجم لا ترحم أما شادو وتسهل إزباخ. وسئل أبو حاتم الرازي عن حديث مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. تقهر حديث أقصف وجه كان ثاني تويتين دولا الخراج بالضمان دولا. فقال يا حديث ديتين جت أبو حاتم ليس هذا إسنادا تقوم به الحجة. هذا إسناد دليل هو التوشيات بوتنز دوت سهل به ودارتي يغيل يزبا إسناد غير أني يقول به. هون دلح حديث عمل يشابه لأنه أصلح من آراء الرجال. حديث شاغيل دلح نيخ منين يشال غولي دو إزبا
فائدة. طيب، اعلم أن أئمة الحديث المتقدمين لا يطلقون على إسناد ما أنه صحيح إلا إذا ترجح لديهم أن المتن محفوظ. خالعبو حلق عبان بالعالم ناخا تأكس على إسناد صحيح يتولعون ثم متن محفوظ غير. إذا كان غير محفوظ لم يصف سند بالصحة. متن تشا حديث متن محفوظ ياته سند صحيح يتولعون، لأنهم إنما إن لمحوا في المتن نكارة اتمتن قاعد صحيح دوش هم دوحل دوش هم تقع كريج بحثوا عن خلل ظاهر في السند تأقى سند حات أبوشيني لوختر، فإن لم يجدوا خللا ظاهرا في السند بلغل أبوشينياته سند حقوش أعلوه بعلة خفية. تأقى تغييل يرشل علة يري تغييل دوشتلا سكريتي يرشل بريتشينيتا تمسان بالغلات علم ناخين بي تنسى تعليل حديثا غير لورتا، وإن لم تكن قادحة في نفسها شاب أدين يكتشيذا إسنادنا زيادة شيات حق. وهذا يعني عندهم أنه يقولوا أنه ما من خلل في المتن إلا ومن وراء خلل في السند. متن قاعد أبوشين يلحى تقاحى إسناد أبوشين ينبخ بذاتنا. لذلك لأن الخلل الذي في المتن إنما نتج عن خطأ مخطئ. هناك متن حقل غادت له إذا تعقل والرت حقله وهو أحد رواة الحديث ولا بد إذا تحول برداتك منه ولا، وإن كانوا كلهم ثقات شابك إشاء دستيرن يشبلح لا فلا بد من إلصاق تبعة الخطأ بأحدهم إذا الغالت حنتقي وديشتو، ويكون هذا الثقة الذي أخطأ في هذا الحديث بعينه ليس ثقة في هذا الحديث. الثقة دستويرني ورش إشت إديتن هر حديث غالت من شيء متن قاح نكارت يرش حديث ديتن وقا هوك حديث يح ثقة خيرات وبذلك لا يكون إسناد الحديث صحيحا أو محفوظا. سندي حديث تن إسناد صحيح سخل باخ. ولذا فرق الإمام ابن صلاح في مقدمته الشهيرة بين قول حديث صحيح وإسناد صحيح. تقاتن ده ابن صلاح أسلم بنباخشي مقدم ورطو جينيته عالمنا ألدو دشنش حديث صحيح آلري إسناد صحيح آلري، بأن الثانية لا يلزم منه أن يكون المتن عندهم صحيحا. صار إسناد صحيح يعني بذات المتن صحيح خليه شبه يعني بذات المتن صحيح يبوغدو لاحتمال أن يكون في المتن شذوذ أو نكارة، وذا متن نجاحا شذوذ نكارة خليه شلشدو. تعقبه الحافظ ابن حجر مما يدل على هذا التفريق. ابن حجر سات وآدوش درشن تحيا وش إيلر بين السند والمتن لا يجري إلا على مذهب المتأخرين من أهل الحديث. إذا انتو يدوش تجا إذا أحبي أحكي بالعير من يحق أحبي داتبا ابن صلاح ويلك. أما المتقدمون أم حلق عبان بالعيرنا فحكى عنهم خلاصة ما ذكرناه في رأس الفائدة. وإذا نشا لفائدة الجحا عدورين جحا خين ديتنا ونسبة تقع. طيب إن عدي لوي الحديث الحسن موش تقدوه هيدز. الحديث الحسن حسن درجة الحديث داخل في معنى الصحيح بجامع القبول. إذا صحيح بوشن يقضوش دونيز تاشن يقضى أربعا هدو بوثو إحاديث حسن عديث قبول ديش خلال دقبا. وإن فرق بينهما بعض العلماء تعبوا العالم ناخس وحسن صحيح يقع باش خلين يحقى كما هو صنيع واختيار الناظم. هيت الحديث ناظم بيقوني سوى مدر إباشق حديث يعني حسني
حيث قال سويدر بعد أن تكلم عن حديث الصحيح صحيح حديث دي شنتح والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بس حسن بوشتجا إذا نيقش تيب نيقش دي داوشتك دو إزباخت هنا حديثي حسن حديثي بيرداتشكش صحيح حديثي سنش بس باخت. يريد الناظم بذلك أن الحديث الحسن هو نفسه حد الحديث الصحيح. ناظم باخ حديث حسن تعريف تنبرد ليني حد الحديث حد بقدر تعريف بقدر صحيح حديثي يلا بريدليني ينبو إلا أن رجاله لم يبلغوا في الضبط والحفظ والإتقان والشهرة الرتبة العليا كمبلغ رجال الصحيح. تلاح حسن حديث ديتن بشبري بريداتشكش تير بامت تير ضبط إذا تير غربة ولر تير شهرة إذا صحيح حديث ديتن بشبري صحيح حديث بيرداتشكش بري تير سن يتباهتو. لكنهم على كل حال عضول ضابطون ملوك حوالي كاقبة تامنية بولا بوكسن هولي حسن حديث ديتن بيرداتشكش عضول ضابطون لورش بوش تيشمية. إلا أنهم في أدنى درجات الضبط لا جمغيلة لخرج بارميح لخرج درجة يتير ضبط ولا ينعدم فيهم الضبط والإتقان بالكلية بول نستو الضبط يوج سهل إشباخ. وهذا الحد الذي اختاره الناظم للحديث الحسن ونفس تعريف الإمام الخطابي رحمه الله له. إذا هنساق بيقون يسيل يرشد تعريف اللعن سنة خطابي حديث حسن حيث قال في أوائل كتاب معالم السنن ورتوشيجينية نشال سويدر هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذا حديث شيء حديث حدا للمتق يوزا يش استوشنك سنة رجال غربة ولا بولش بيش بونش بو سوت أحدون بو دقضل حديث ليلر إشت بولش بولشو بيرداتشكش. إذا دقبو عيننا قوبل دس حديثتو دقبو الفقهاء ليروش حديث تشبه. وخرج بقول عرف مخرجه ياتي حديث الشاذ يقردون لأن ما عرف مخرجه من الحديث لا يكون شاذا فالشاذ غير معروف المخرج. تحقى هنداتي حديث حدا لرخوش دقا إذ شاذ دات أشاذ شي مخرج يوش دات. وفي هذا إشارة إلى اشتراط سلامة الحديث الحسن من الشذوذ كالصحيح. صحيح حديث شاذ خلر مش خلديش ما خلر إشت حسن حديث أسلويون بو إذا مش خلديش خلر شذوذ. وخرج به أيضا غير المتصل إشت خوتل وش سند خوتل وش دقات يقر دولون لأن غير المتصل الإرسال أو انقطاع أو إعضال تأقهر قائي باش خدات مرسل لا منقطع لا معضل حديث لا يشتاء غير معروف المخرج دو لأن أمره مغيب ودار سير بولخة حل بالبباخ منقطع حديث معضل حديث مرسل حديث وراويه لا يعرف عينا ولا حالا يسير حال يشاش يراوي أم يلشبه تخبه منقطع متصل معضل مرسل حديثك تندل حسن حديث تنتبوشك اتصال صحيح حديث حسن قزع متصل في الديش تباخ. وأما قول الناظم أما بيقوني دوشا رجاله لا كالصحيح اشتهرت أجي فلم يذكره الإمام الخطابي في تعريف الحسن. خطابي الشيء حسن حديثا أبردين لوشان صحيح وإنما فهمه عنه العلماء عليهم رحمة الله تعالى طلع عالم ناحت قميلة كيت إشت تمييزا له عن الصحيح صحيح حديث خاص حكا استوشي حديث حسن حديث لأن مخرج الصحيح معروف ورجال مشهورون والحسن أقل من ذلك وداش صحيح حديث دوش دوي صحيح حديث سنة بيرداتشكشا غرب ولا بو حسن حديث جم لخرد صلباخ.
وأما الإمام الترمذي إمام ترمذي فقد أشار إلى تعريف الحديث الحسن في العلل الذي في آخر كتابه الجامع بقوله حسن الحديث أبرد ليني لوشكينحا جامع عندو جينح بس ليني رزي لسن علل أوش تيقع بلغل ديق نسو. وما ذكرنا في هذا الكتاب يعني الجامع حديث حسن هوك جينح ترمذي دق دادق مثلا حديث حسن بوش ويحقين دورشتل حسن أردو حديثة فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا حديثة إسناد ديك يبوغ دون ويلئنك با حسن حديث ألرت كل حديث يروى لا يكون في إسناده ممن يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. من حديث شادوش دولا شيء إسناده خارتونت تو يسا اش بيشو يا خارستك تقول شو يلچن ألا بيحكي بيش استقوى تحتو إسناده حديث شاذ داته تحقا ما قيتش نيقش من غير وجه من غير قيتش نيقش ساندئنا دلع تعني يقصدينات عش وجه إسناد بوم عنده نقع عالم محدش وجه بوغتنا إسناد طريق بوم عنده فهو عندنا حديث حسن إذا تخين جرجح حسن حديث بو تويس مسيت نيقش ساندئن خذي شيء حديث. فيتبين بهذا أن الإمام الترمذي يشترط للحديث الحسن 3 شروط. إمام ترمذي قبل يحكم هو حسن حديثي. الشرط الأول دوحر أسلوبي هو متعلق بالراوي شابير داجك ثاني سيازنيويس سلامة رواتي من التهمة بالكذب تويس ميرش خلاردو بير داجكشا خارتسلر ألا إتا أبنينيخ فدخل بذلك في الحديث الحسن الراوي الثقة والصدوق هنت حديث حسن تن بيرداتشك شوق بيولق تاق ثقة ورشفل بيرداتشك صدوق ورشفل بيرداتشك الجيم لخروس ثقة بوشل ضعيف بوش ضعفا هينا غيل بيرداتشك وجيم مش يقع غيل اللي يسن في حفظ وضبطه تن ضبطا تن حفظا بشرط سلامتي من التهمة بالكذب لا خارت ولا لو خارت ويتو تقال اتهام من واتس يا يلچن تا خارت وقول شو ولا بيحكي من خلبيش واتس اشتواته إذا حقوقه ويلتحق بالمتهم بالكذب تحقا شين خارتو يتوال بيحكي من تهترون تنهتروشون تنهتقي وشون من كان شديد الغفلة كثير الخطأ دكت أوشي غوبل الخلق دك غالة ورشخلق وهذا الذي يضعف حديثه جدا إيش نقول حديثه غيل دورشك ما حديث ضعيف جدا وك مثلا ويكون متروك الحديث غير مشتغل به عند العلماء إيش تولتقى حديث عدو تشدبه عالم ناخر تنسى تيرجم تلوت. وقد ذكر الترمذي في موضع آخر ترمذي سقيش من تحقال أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه دق غوبل ورشولتج دق غالة ورشولتج تن حديث دليل تلوت ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين دق بالعالم نان حقه تن رواية تيرجم تبو زنيات سدتن رواية سان بوردو. وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه إمام مسلم سأل شيء صحيح أردو جيني صحيح مسلم تن مقدمته فأما من كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أما عالمنا نقرقح بيحكي بولشبول عن ناخ أو عند الأكثر منهم يدقبل أهل الحديث نقرقح أبنيات بيش فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم سير حديث آرده كرت زانت سهل ويبا. وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط يا
حديث شي يدق حديث منكر دق يدق غالط تشورستق. أمسكنا أيضا عن حديث سير حديث سدوس ويبا إمام مسلم. ثم بين علامة منكر من الحديث ثم قال سلطع منكر حديث ميوض بالغل ديقين سلطع يدرسو. فإن كان الأغلب من حديثي كذلك أي مناكير وأخطاء نجا أحسن دقس حديث منكر دلع غالتش دلع سن حديثك كان مهجور الحديث سن حديث دعتوشتو غير مقبوله ولا مستعمله تقبل ديش داس بايا مستعمل إسبورت وتيش داس ويس احتجاج الشات إذ بيروي ممينتر ترميزيس حديث حسن حقوين شكينها بيرو أسلوير إذ سلامة رواتي من التهمة بالكذب سوطع إذا رزيستين تيتسو وقال طارق عوض الله إن شاء الله أسلوبي هو الإمام ترمذي حقنا حسن حديثي هو المتعلق بالرواية إذا شاء رواية واتلقدو أن يكون الرواية سالمة من الشذوذ رواية شاذ خليشيات تنخ ماش خليشيز في المتن والسند شنقع متنقع سندع وسنزيد هذا الشرط إيضاحا لأهميته هر أسلوبي بلغل دوكور دوبار بلغل داكر سو دوكور دوبار باخ كورت خلر باندوش ولكثرة وقوع الخطأ والخلط فيه دوكا غالط لونش دوكا تسقية مشكورا ديل فنقول ويقول معنى سلامة المتن من الشذوذ متن شذوذ مشخلر بوكودو ألا يخالف ما فرغ من صحة من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب إذا صحيح درش ست درش حديثنا دو حل برتوريج تدردق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى والإمام ابن رجب في شرح العلل عند شرحهما لكلام الإمام الترمذي هذا ابن رجب ابن تيمية اسمه الله الترمذي قميلنا شرح دشكنا. وإن خالف الحديث الأحاديث الصحيحة لا يكون حسنا بحال نجح سنة عن حديث صحيح دورش حديثا سو برتوريج الدع حديث حسن خلشدات عنه حوله لأنه إن خالف سيكون شاذا اتوا برتوريج ديشي قيش صحيح دورش حديثنا حديث شاذ خلشدو والشاذ لا يكون حسنا الشاذ حديث إذا حسن خلشدات ولا يتقوى بغيره يقيش حديث سجأهلش داتيز إذا زميت التديز فولا يكاد يتقوى حتى ينهار إذا جأهلش دات جأهل الجرق مسهل يزدورش بيبا تو يستجأهل إذا يتقي لأن هناك ما يخالف مما هو أصح منه وندعشي سندحل دوش صحيح دوش حديث دولان. وما معنى سلامة الإسناد من الشذوذ أما متنجا حماقيتي وإن إسناد ماشخلر شذوذ بوك هدوتيح أن نكون قد تحققنا من عدم وقوع أي خطأ في الإسناد إذ وإن بلغ الخلر دوك إذا سند يحتعى غالة سخلال. ففي الحديث الحسن لغيره يكون راويه ضعيفا بس حسن لغيره دورت الحديث تنراوي ضعيف لا ندري وين سخ هل حفظ روايته وضبطها أو لم يضبطها سوشي رواية سن هو شخلة دقع سن ديك ضبط والشخلة سن يتسخل سخاوين فإن تيقنا من عدم حفظه للإسناد فلا ينفع حديثه في الشواهد والمتابعات وين خيئتي سن حديثة تو دقع عامين سخل رشين إسناد أقصن حديث بيت بعربات في الشواهد والمتابعات تويست حديث تيشرلين دالوش كي حديث ديش يشاء حديث لوش تيح بيت سبحون صباح لأننا تيقنا من وقوع خطأ في الرواية هندالج وين خينا ديلا روايتها بالغالط وخلي. وفرق بين وجود مظنة الخطأ وبين تحقق من الخطأ فعلا رازني سيون با غالط وخل مجال بريد بلاجيني خلري
يخل ألا تأجع دري خلر بالقدر شيء دون الشبه. فوجود الراوي الضعيف في الحديث هو مظنة لوقوع الخطأ في الحديث لكنه غير متحقق. مثلا راوي غير راوي حديث سيبوش كنغا ندلح تنغر حديث غالط ويال خيل تام بوك ألا بريتبالجيني خلي شورش دوتيغا دلح تيج أهدين داس. إذ ليس وجود الراوي الضعيف في الإسناد يلزم منه وقوع الخطأ في الحديث. وندالشي غير حديث تويس راوي غير ورشو راوي إسناد أخيل روى حديث غالط تبوشتك إدوج وشتات. إذ قد يكون أصاب في هذه الرواية ولم يخطئ فيها. وندالشي بس تيان نسلابي خلش مواتيز يغير والراوي وق رواية حا نيس عامد مسا حفظ يرش ضبط يرش خلط عمبويز ولم يخطئ فيها قلت وعلى ذات روايته. هذا بخلاف إشتخيشي تأك ميكشتويز باشوايج كمتابعج كميكشتويز بوشسن بوكسو. وهذا بخلاف ما إذا تحققنا من أنه خطأ بالفعل في الرواية وفي إسنادها أو في متنها. تحقق أم نجا أحسن وين خيتشي بالقل والتحقق خيت وين إذا رواية تحيا متن غير راوي غالط يلال فحينئذ لا تنفع هذه الرواية في باب الاعتبار والتقوية. تأقى حديث أقدر يحتجاج ريحة تو رواية تيوشلين دارنا تو رواية تو نقبيت سهولون با. إذ الخطأ المتحقق لا تنفع الروايات المتعددة. وندالشي بالقل دورشتوش غالطو رواية تيب خلرو بيت سبح بخلاف الصورة الأولى التي لم يتحقق فيها خطأ الراوي فهي تنفع في هذا الباب والله أعلم. أما بيرو يلسلوشي تويز مظنة الخطأ يرجعها تيجاها بالقل راوي غير راوي قالت والي تخا وين إشتوش متح يحديث أغدش يقي حديث أغدش تقدالو مجزبه يغير راوي خلول سند حديث. إذا افترى وصلوير ثلاثي وصلوي هو متعلق بالرواية. إذا رواية قتلوا أيضا إشت إيهدو أن يروى هذا الحديث من غير وجه ونحوه الإرقص بمعنى آتي ألا يكون الراوي منفردا بتلك الرواية. حديث ديت نيجا شات حمديت هذه شات توي رواية بل يكون لها من الشواهد والمتابعات ما يؤكد ضبط الراوي وحفظه له. تن شواهد تيشلش قيتون قي حديثش تلين خلدي يشدو تو راوي ضبط حفظ بالقلوقش تجادش طيب حديث شي ضبط اشتراوي حديث دقع عام درء تجادش رقي شواهد متابعة خلدي يزباغتو. ومعنى نحو ذلك آتي أي أن كل الروايات تكون على نحو واحد شايل رواية شتحنا وخلي يزباغ من حيث سلامة رواتها من التهمة بالكذب وسلامة الرواية من الشذوذ. تو شاش برداتك شا خارس بيش بيال بيحكي بيشخل بيش باتسا إشت رواية شذوذ ميشخل يشو. وأيضا من حيث المعنى بمعنى إشت معنى ودسشي أن تكون الرواية العاضدة متضمنة نفس المعنى الذي تضمنته الرواية الأولى. لقى أحسن تعريض حديث قيش حديث نجارش تلحى يقي حديث إذ إبير حديث سنس مثل يرشخل ديزيز باخ فيكون هذا المعنى الذي اشتركت فيه الروايات معنى حسنا. تاكي تيبا رواية كحديحكين دول معنى الشا يشادق ووش كهشي تاكا حسن خير دول فيكون حينئذ تاك إذ خير دو باخي حديث حجة من حيث المجموع شادش سحني وي حديث سحلاتشي تاك دود خير با شافا دينس دود سخلاء. وهذان التعريفان للخطابي والترمذي تاقهر أبردليني ترمذي تاق خطابي. ومن العلماء من حملهما على معنى واحد
تعبوا علمنا تاشن تعرف تعيون إزالة تعيون إزالة تاشن رواية ما عرف مخرجه يعني خطأ بسوي لك حديث نجأ ترمز سأل لا يكون الحديث شاذا ألدق دوت ألشي انت شادو قميل دعت دويسوي مصطلح ابن الخطابية ترمذي تاشن قيت علمني قيت مش تعمي عنده الوقارة تيجع لوشتك خطابي لوشتك حسن لذاتي بوشتك دو ترمذي بوشتك حسن لغيري بوشتك دو إشت اتيق دو بوش ديس نتصور دلح وين لوشتك هدو قزاحة مت تعدل قمين يوقع دوتوي صورك شتور تسرني تندحة ومتح فالحاصل ألجح اتسيد يشوف فالحاصل انت كي تصل لقح فالحاصل ألجح لقح دق شسرش لقح فإن ثبت اتسيد يشوف فإن ثبت أن الرواية قد اعتراها شذوذ أو نكارة وين مثلا خيش الرواية يشذوذ ينكارته ما ديس نايز لقح قي حدور دوينيز كيش حديثا دو على خلط لويش دلع مثلا صايع دوج حديثا سواء في السند أو المتن الشاذ ينكارت متن جحوليلز يسند جحوليلز فلا تنفع الطرق في تقويتها تون رواية طيب خضر يحديث أقدر يحتحى بيد بارداتون با ولا تدخل في اسم الحسن بحال حسن حديث تواليس يقضوش داتيس بوبشي فالحاصل إنسان إتوج أنه يلزم لتقوية الحديث بغير أن تكون مفردات طرقه جميعها سالمة من الشذوذ والنكارة ابتداء إذا تا حديث أغدى قيش حديثان ويروش تلحى تأقى ويشاب الدين نستدقج روايتش إسنادش الشادرش حديثش نكارت خلر شذوذ نكارت خليشاتك عبو إذن جانا وأن يكون الضعف رواتها هينا يسيرا غير شديد إذا إسلابست نقع سن شذوذ نكارت ترجع نسلابست تبوش كاستاب روايتش بو يرواتش غير سلابست خليشاتك أو سلابست يوتش فلا يكونون كذابين ولا متهمين بالكذب ولا مغفلين كثير الأخطاء المتروكين يشغل بيشبات كذاب يشغل بيشباتش يخرتش بالبيحكي بنشارك البيشبات يغوبل شارك البيشبات يدوك غالب بيشارك البيشبات يشا حديش عدي تنشارك البيشباتش فإن تحقق ذلك إذ خلاح تويسين سويديس نكسي أرجع خلاح جم غيل الله يرش شذوذ نكارت آياته واجتمعت هذه الطرق مع بعضها قيتش نتين قشس لكن الحديث شوو شكتش فإنها تحدث قوة للرواية روايتنا نسلتها ويرتقي الحديث بها إلى رتبة الحسن لغيره ويكون حجة حسن لغيره قيتش أغدل دول حديث ألا إصدر حال دول إذا دود خليز با حجة خليز وإذا فهمت هذا إحو قيتشون تح شهده قويديس نجا فاعلم خالح رحمك الله أن اسم الحسن بوشتجا لا يقتصر إطلاقه عند الأئمة النقاد على ما سبق فحسب إنس حسن بوشتك إنس ويلقى عديد سنتونته دق توتا إسبورز والتشلير وشاتهم بقي إمامش بل يطلقون الحسن ويريدون به معاني أخر قي معناش لحوت قي معناش خلعون تنخ لوش عيالم ناخن كالمنكر غريب سن مثلا ويطلقونه أحيانا على ما يرتفع فوق رتبة الحسن عند المتأخرين فيطلقونه على الأحاديث الصحيحة إشت مثلا تأحبي أحكين بالعالم ناخن جرجع حسن بوش تقدري تلقى تقدري صحيح دوشتو سنة صحيح دوش حديثنا نجح حسن حديث أولون تربخ
وهذا يقع في كلام أهل العلم في عدة مصطلحات. إشتاق مثلا مسيت مصطلح جاحة كميال إسبورزو تشعيل من أنجاجا حل شندويز، فقد يستعملون لعدة معان مسيت معنى جاحة تعدوش إسبورزو تتسير، وقد يكون لمصطلح الواحد عدة معان يتحن داشي مسيت معنى شغل تختلف من استعمال عالم لآخر. ويستحن عالم سجووك عالم سجوات تشاسدش سار إسبورزو ودري حاج هدوش به، وسيأتي أمثلة لذلك إن شاء الله وكل في موضعه. هورا مسألة شيمات تحسعد أردو إن شاء الله. واعلم خاضح أن كتب مصطلح الحديث قد اعتنى أصحابها فيها بتحرير معاني اصطلاحاتهم. تحقى مصطلح حديث جين يشاز الموت عالم ناخر جين يشكحة معناش بلغل داخر نكحة كح يقعون بو عالم اصطلاحاش بلغل داخر نكح. وصنفت بعض الكتب في بيان اصطلاحات أئمة الشأن في علم بعينه من علوم الحديث. عالم نيخة هوك إمامشي هوك حديث علما إمامشي سير مصطلحات بلغل يوقشة جين يشتيازن إذا علم الجرح والتعديل ورشتكدو علما حديث شهدويس علما بواسا حديثا علما شهدويش. وقد تشكل على الطالب في بداية طلب بعض الاصطلاحات دحر عين نتشال ستودنتو دحر دعولش كنا تعتخن خلوه يومش تدرسونيز ولا يعرف موضعها الصحيح فيضعها فيه. تنسخ مثلا نيسمتك ميتشا يتاق مو إسبورزو تيزيز تيرمين سحينة عن عالم سجي. والسبيل لحل هذه الإشكالات كغيرها من الإشكالات هو تكتون إدوز نيق مربوناتي سويت بروبليم ريشاتيا كيو بروبليم ريشاتيا صندوق إيزودو الممارسة والمدارسة لكلام أهل العلم عالم نيه قميل عام در دوق مع الصبر على ذلك صبر يخلش. والعلم لا يستطاع براحة الجسم علم ديغي سدع سكوتر داس يحيى بن أبي كثير سماذر صندير عالم نيه قميل دي شرط يخ دي شرط قية حجرت أكثر مصطلح يوزليو. سؤال أهل العلم عالمنا هي خاتر. وإنما أردنا الإشارة إلى مسألة اختلاف اصطلاحات الأئمة لأمرين انتشاء دقهند تحلق دو تع ترمين يالين دعوه يشموش مورير طارق عوض الله انت يهون ديالي نقو مسيت سمو اشتغل حسن حديث وقو اشتغل حسن حديث نجا حسن حديث لابي حديث إسبورزو منكر غريب سن نجا صحيح حديث حسن حديث أول بوش يشاهدك هون ديت نتصبح شبه عندهم أن نفهم كلام أئمة النقاد على وجهه وي إمام شي أميلا قيت تنلوش تكهدو وأن نعي مرادا بذلك تنلئنك هدر شغلانك ألا ننكر عليهم إن استعملوه في غير هذين المعنيين السابقين. وإنكر بوتيأترنا تار إما عن دوج قيت معنش كعش ليليج تان مثلا حسن حديثة إذا صحيح حديثة جملة دوش ديك دو يديروي توضح خطابي ترمذي تعريف سعيالي روي ساشمين ور تعريفنا بولي رزسنيني روي هو بيحكمي توضح وإن كو إيدر حسن حديث نجح صحيح حديثنا إسبور زوتين نجح غير حديثنا إسبور زوتين يخير وهدوين يتخير وويا سيخ تدور ومنجح حديث حسن دو يعيشي هر حسن حديث دو وريه سيخ دويا تنجينا يعني جمع جنحا تن حكم دي داتا إبايد بوك يوغر بوك بايد إشتا عالم ندشنش دوز ديش خلر إبايد أبو. الحديث الضعيف غير الحديث. ثم شرع الناظم في بيان حد الحديث الضعيف فقال توضح ناظمس غير الحديث بالغادعكر سؤالر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر تقهور حسن حديث الله واحد لك
إذا غير حديث غير حديث دقو دا قشتو باغ. يعني أن الضعيف هو ما لم يتوفر فيه شروط الحديث الحسن. إذا حديث حسن بيحكم شيء قوش سغلك إذا غيلدو، ومن باب أولى هو ساقط عن رتبة الصحيح أيضا. حسن حديث الله إخيرتي من باب أولى صحيح حديث الله هيردونيس وندرتي صحيح لأن الصحيح أعلى رتبة من الحسن، وندر صحيح حديث حسن حديث الله كردو. فلما سقط عن رتبة الحسن كان ساقطا باللزوم عن رتبة الصحيح. حسن حديث الله هيرتي ما تأكم فلبوم صحيح حديث على وعلى كردويز غير حديث. والتعريف الجامع للحديث الضعيف هو ميل تولوتش يوتع أبردليني ضعيف حديثي هو ما لم يتوفر فيه شروط القبول. إذا حديث قابل درن بيحكم شيقح قوش سخر لقدوكيس كما سيأتي تعدور مخلر. فإن اختل في الحديث شرط من شروط القبول الخمسة انحطت رتبته إلى الضعيف ولا بد. نجح سن حديثة قابل درن بيحكم شخص بيحكم إيشح بخي بيحكم بركوه أحقا تنا ضعيف غير حديثية واحدة يدون تندرج. ولما كان اختلال أي شرط من هذه الشروط ينتج عنه نوع أو أكثر من أنواع علوم الحديث أحقا ملخ بيحكم يشج إذا قابل حديث قابل دن بيحكم شخص حديث بيحكم يشجي تنخ أبردلون فيد حخل عن باخ علمنا حديث علمنا ويدشا حديث علمنا ويدشا. عقب الناظم مباشرة بقوله تندير ناظم وتأتيه وأقساما كثر بشو يغير حديث دقو داق واشتون فللحديث الضعيف أنواع عديدة تندرج تحته. غير حديث نكيل دوغشة تيب داق واشتون. مثلا لو اختل شرط اتصال السند في حديث ما تيبوش كنجح بيحكم يشج أسلوبي حديث قول درن يشجي كان هذا السند واقعا تحت باب السقط في الإسناد. إذا رزيلك اللغة إسنادح سيقر بيتنسعال. وهذا السقط أنواع إسنادح سيقع بسر تنشيء ورجاء كيبشيو تنخ منقطع دو معضل دو مرسل دو وكلها من أنواع علوم الحديث إشادرش علما حديثنا يقدوشتو. وهكذا الشأن في بقية الشروط إشتون كدعب بيحكم شتأسيا زندك. وإذا تقرر هذا إذ بيغلداتي فاعلم أن الناظم إنما أراد بقول فهو الضعيف عموم الضعيف. ناظم وش يدشت قال لأنك خلع درعون إذ غيل حديث تو أدرس شاد الغيل حديث أعني المردود تو إذ قابل سدشتك لا نوعا خاصا منه تو إذ أبردلوني فيدياترون غيل حديث دقودو سيقر فيدياتر تو نئنك شاية جربا. وإلا فالضعيف مراتب عديدة تغيل لما إشتير شيء إتاب شبا. فمنه الهين والضعف غيل جم يدقدو تعلوحكي غيل اللقدو. ومنه الضعيف جدا غيل دقدو. ومنه الموضوع موضوع حديثه يقدع كالحديث. وهكذا إشت كذا. فهو لم يعني أخف درجات الضعيف يقرك إذ غيل دو الحديث داسر ناظما نؤشتك كما هو متبادر عند إطلاق لفظ الضعيف عند المتأخرين. ضعيف أجد أعبي أحكي عالمنا أنا لؤش مخلر. وإنما أراد الضعيف على وجه العموم بس بولنستو غير حديث نون سو ديوشتك سيقع باخ أوبشي غير حديث نون سيقع ديوشتك. ولو عبر رحمه الله عن الصحيح والضعيف والحسن بالمقبول والمردود لكان أولى وأليق وأبعد عن الاشتباه والخلط على الدارس. تو حسن تو صحيح حديث ضعيف حديث حسن حديث تو تاره إشت ألي حر ناظمه
مقبول مردود آل يحر قابل دشتو حديث قابل تدشتو حديث آلشي استيختام بولش درون باخ عام وش ولش سجن اشتجين أخير درون إيش صعوش سميش والترتاني فالمقبول تحت يدخل تحته صحيح والحسن ودالش مقبول آل سيوق مدو صحيح حديث دو حسن حديث دو والمردود آل يدخل تحته الضعيف بكل أنواعه شاد الغيل حديث يقدو ولذا قلت في منظومتي لغة الحديث تعبيرا عن الضعيف تندر أسر سيجين اللون لغة الحديث بوشتوج لغة المحدث بوشتوج جينح وكل ما عن صفة المقبول قد انحط فهو الخبر الذي يرد وكل ما عن صفة المقبول قد انحط قابل دشتوت حديثة تنصفة يشندك تندر وحدالك فهو الخبر الذي يرد إذا قابل تدشتو حديثتون يخطوشتو حديثتون ومعنى الخبر الذي يرد أي الخبر المردود الحديث المرفوع والحديث المقطوع انت مرفوع مقطوع حديث انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الحديث توضح ناظم حديث داق وشدوتش قيش داق أنت ديع ويلرس يتحدث عن أسماء أو صفات المتون باعتبار من انتهت إليه أو أضيفت إليه هيتس قوديوتر دو يا سند يا متن شيئا تأيجن دعكاتون حجن تويسا صحابي تنتهي متن يلاح موقوف إيردو يا سند يقر يلتنتي صحابي يقر واقنات مرسل إيردو بوشا يحانج أتنستي الدين حجن سند متحتك يقول حجنا ينسى تيركوتشا تيرشا يوتر يقبا وليس لهذه الأسماء تأثير في التصحيح والتضعيف اترشي زويحة وريال حديث إذ صحيح تصحيح يرنا أهدرنا حديث صحيح يغيض تضعيف يرنا تعاء أسر ياسحون باخ تعبير القلدير دويس فقال توباخ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع يلچنگ دلنگ إذا مرفوع حديثه تابعي دلنگ تنگ دلنگ الحديث إذا مقطوع دو. ذكر الناظم في الشطر الأول من هذا البيت حد الحديث المرفوع فعرفه بأنه إنسا بيرو استروش كنجحا أو بيتيح مرفوع حديثي أبردليني بالغلية كوين سوئيلي ما أضيف للنبي يعني يلچنگ دلنگ إذ مرفوع دوين وبذلك يكون تعريف الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو صفة من صفاته خلقية كانت أو خلقية تويست إذا يلچنگ أتنستيدين دورشتلهما إذا حديث مرفوع دون سؤال دوش خلال إذ يتو دينهم خلال إذ يتو مقرر دين خلال إذ يتو صفة خلال إذ كل ميدو صفة يغلق يدو صفة أعني أجي أن السند ينتهي إلى رسول الله سيبوشك يلچن تحجك يولشو فهو لا ينسب لمن هو دونه يلچن صلى الله عليه وسلم لخر وچن تح سوچياتيس يا صحابي چن تح يا تابعين چن تح يلچن تحرير يجي سنة مرفوع ويعبر العلماء عنه بقولهم فعير مناخا قولوا حديث مرفوع أو رفعه فلان بس حين يخدين جوا حديث حال ديجر يلچن تبوغدو رفعه فلان إذا دكور دوشن جاينيش كعيشت مثلش فمن أمثلة المرفوع القولي هنس مثلا يلچنو دورشتل دوش مرفوع حديث دشت قولي دورشتل إذا بني الإسلام على 5 بوشتك مثلا إسلام قيوم يتدعوندو ومن أمثلة المرفوع الفعلي مثلا حديث المرفوع يلچنو شيت عديس فيش يلچن صلى الله عليه وسلم حديث
كان النبي ينام على جنبه الأيمن يلج صلى الله عليه وسلم أتو أغورد عوي جريز براو بوكتي. ومن أمثلة المرفوع إقرارا يلجنو مقرلو دين دولشتولا حديث مرفوع حديث مثل جابر سديس الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل أوخا نعزل أتشكو على أشتاقة مني هوس من يسيوك متكلير وشكناها بيرسا خليتا مني هوس من أنشو سيوتر مثلا قرآن وحدوش دورش إدور أخبا. ومن الأمثلة المشهورة في كتب المصطلح إذا بوغودو يرشنا على إسراس إمادي الإنسان ما إنكار بوتين إقرارنا إميكش خدر بيرغل دول باقصة. إذا إنسان مسرش جاين يشكح دارينا دوش أرد المسر مشتور حيث اعتبر سكوت القرآن وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على العزل إقرارا على ذلك. يا قرآن دوس درش يا صلى الله عليه وسلم يستغج قرآن وما تحقيقي شاش إبول غلير وشينحا إذ بالغضو يتمنى مقرن ديش خلار. ومن أمثلة المرفوع الذي فيه صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم يلتن صلى الله عليه وسلم كتس دويتشتل دين دول حديث مرفوعة مثلا إذا يلتن صلى الله عليه وسلم كتس دويتش مثلا أنس بن مالك وقال لك دوتن كتس واتوش كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير يلتن صلى الله عليه وسلم إذا يقبر محور إذا يواتر يقبل مع ولد يواتر دق بيخا يواتر دق ووتا يقبل مع راس خليات صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم صلى الله عليه وسلم أجن يوحي الشور صلى الله عليه وسلم دق عر واتر صلى الله عليه وسلم دق أي واتر صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط ولا صبط إشت صلى الله عليه وسلم واتر مش حيشنا في مش نس يرشى واتر جمال نسي مش يرشى صلى الله عليه وسلم. إذا مثل دو يلتن صلى الله عليه وسلم كتش دويتش دين دول حديث مرفوع يلتن غلق دويتش دين دول حديث مرفوع حديث. إذا عائشة قال دوش كان خلقه القرآن غلق قرآن دل. أما إن انتهى السند إلى أحد الصحابة النبي ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله سمي الحديث موقوفا. أم سند سيبوتك تعول صحابي جنتها جكيول شرح يوترنت حاليه نيات عي سيبوتك خليل إذا تندوش يتنفعل حديثه موقوف ويعبر العلماء عنهم بقول حديث موقوف علمنا وقفه فلان مثلا ما روي عن أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق يرديس نقدو الكذب مجانب للإيمان خارس لير إذا إيماننا دعتوت شمدو إيمان دعدوك شمدو فهذا موقوف إذ موقوف دو لأنه قاله من قبل نفسه. إذا أبو بكر شيغر دويس طيب أبو بكر ديش نشتويس ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلشنو ألا حالة دينا أبو بكر. ومثال الموقوف الفعلي موقوف حديثي ديست فيش فديست فيش دين دولا إذا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنط قبل الركوع أو بعده حسب اختلاف الروايات في ذلك. إذا عمر بن الخطاب قنوت تشكلير ألدو ركوع دلي ركوع دين شلت أحقا روايتك حج. ولكن هل يدخل في حد الحديث الموقوف إقرار الصحابي موقوف حديث يقضى يتح صحابي تسع إقراريش لو سكت أحد الصحابة عن أمر ما وقع في محضره صحابي تنحلها حسعهم خيلتي هم تورشعيش هل يعد سكوت هذا إقرارا يأخذ حكم الموقوف تنخ مقرلو خليتح مقرلو ديتسان لوري
حديث موقوف دولي حيوتيتيا. الجواب تنجوب: الأصل أن إقرار غير النبي على أمر ما بالسكوت لا يدل على الموافقة إلا بقرينة. يلتوتك صلى الله عليه وسلم تو مقرلو يلتوت قيتو مقرلو ديتي إذا تنس بشدات إريزو إل تا قرينة خلجيبي تو ساقي فاكت تعدود خلجيبي. يهودو كرواية أخرى تدل على ذلك قيل رواية حج قيل رواية حج أو بدلالة السياق على ذلك يا حديث لأنه سياق حج. ذلك لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يلتوتك قد يسكت لعدم علمه شي علم تخلر نأسة مميز هم تورش أو خوفا من ذي سلطان أو غيره يفتحخ قير ول أو نحوها من الأسباب يقضى البحنش بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم ويلتوتش يلتما تعم خيل بلويتي دعولشتو وداتشي يلش نحلا تعهم ديتش تهم تاعتي تنخا مقرلو هولي مقرلو هلجي تنخ شريعة هولي تندين يلش صلى الله عليه وسلم يلجي ممداتشي بلغل دوقش خلا. ونلاحظ هنا أن الناظم أخر الكلام عن الموقوف فلم يذكره هنا وسيأتي موضعه إن شاء الله. ناظم سه يصحى بشارع تجميلة تحتتنا إذا شيخين صحدو غردو يزباخ إذا شيمت تحدو غردو شيخين حاجة شيمت تحدو غردو يز أما إن انتهى السند إلى من دون أحد الصحابة أم سند ده صحاب شبوتش تار اللخر كانت أحسج كانت أحشك يالشي كالتابعين ومن دونهم تابعين تار اللخر نجسن سمي الحديث مقطوعا حديث تيوق مقطوع أولي سواء كان من قولهم أو من فعلهم باش خليات سار شاش دوش خليل إذ ينت حديث بخليل إذ وما عبر عنه الناظم بقوله وما لتابع هو المقطوع. إذا ناظم شي درس إيلر تابع دينك إذا مقطوع ديل. مثاله مثلا قال سعيد بن المسيب وآلرس مثلا سعيد بن المسيب وآلر ابن سيرين يردوتس قتادة يرديتنا حسن البصري أولش خزيرسون فكل هذه الأمثلة لأحاديث مقطوعة مقطوع دوج حديث مثلا شتوكين شادش ولا قحقينش وندالشي اتحقين بوچان تحشك على سند هذا كان يتنبول ساره اختار ومثل هذه الحديث لا يعبر عنها بالرفع حديث مرفوع دو تعول اشتوج حديث وقد يعبر عنها بالوقف بشرط التقييد نجح موقوف دول اش نو أسلو يمتجح تحن تحخوش مثلا أقول هذا حديث موقوف على حسن البصري حسن البصري تح موقوف دول حديثون تح ست دول فلا نطلق الوقف ويتقول مثلا الحديث قتادة تعالشي الحديث موقوف دول يتقول ويقول تقييدش تويسا موقوف دو على قتادة وهكذا إيش كده. تنبيهان شئت دنبوه قزع ليحذر طالب العلم من الخلط بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. غير طالب الحديث علم سميش وتر حديث المقطوع حديث المنقطع فالأصل أن المقطوع من أسماء أو صفات المتون مقطوع حديثة شام متن يري تنكت وتوش أورشتو منقطع فيكون في الأسانيد إسناد حتى يقرأ على هجتنا منقطع حديثه مقطوع تابعين تحسس هجتنا مقطوع منقطع متن العويود شيك وضد المتصل يعني منقطع بوشتك إذا ضد المتصل متصل بوشتنا دعا دوشتك دو توقع حدا دتوا قميل شا نجح دقنا بو تعتور جاني مقطوع نجح منقطع أول شا دقنا بو متصل دوش تقدري منقطع تنا مقطوع أول شا دقنا با
شافعي تاق طبراني ابن عبد البر اشت ابوش سير حقيح تاق تنخ تدم ببيز باقتو اشت مثلا انت بولنس تعطى ديوش اشت تنشلاتن دولس نجح صحابي شو أول باخ شي منين يتقالي شو شلو تعم أولتو مثلا يا غيبيات شخولي الاستوديوش سلطة إيرشن صلى الله عليه وسلم تاقيش نيكس إيرشن حديث خوديان إيش تحالي حا انت مقطوع سؤال دول دوش داري تنخ متنا صفة تمالي ومقطوع اتسح منقطع آلي شوي هندا شي وين خينا سو اتصحى اتتابعي تو شيجر آل دوتيز شيجر آل دات سو إذا تاقا سو إذا إيرشن غير صلى الله عليه وسلم تشيرز صحابي تاقيش تابعين تو الحياة دويس سنديل اتساور دوشة منقطع آلة يشتون داخل إيش تعبولا عالم ناخا مثلا ات كتاخا معضل حديث أولبا نيسابوري سن تاق إذكي كوارتات وين بيسات فترو استرانيت سنتاحا اعلم آلتي الدعوة اعلم هون خالع أن وصف الحديث بكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا لا تأثير له في تصحيح الحديث أو تضعيفه خالع هو حديث مرفوع دوالج موقوف دوالج مقطوع دوالج تنتعى أثر يسحون حديث نوي تصحيح دير ويتع تصحيح يرنية غير دوالرنية توس وي حديث غير خلرنية غير درنية توس فقد تكون تلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة صحيحة وقد تكون ضعيفة حديث نجح مرفوع دوالج غير خلي شرشدو صحيح خلا يشرشدو سندل حديث مرفوع دبوغ صحيح دبوغ داتس موقوف دبوغ صحيح دبوغ داتس سندل تنتعى أثر يتحقق موقوف مرفوع وشادق صحيح خلا يشيو صحيح دوش خلا يشيو إيش تحالدو تحققتنا وين لوشتك هدو انت لوشتك هدو انت والله حدوش دقا تورا سامي إزدو просто قيش أول جمن داخدين حدوش تتو إذا يوها عراقي قميل دتو عدا روشة تو لوشتك هدو مثلا تو با حديث مرفوع دلع مقطوع دلع موقوف دلع سنة خوية صحابي تعالجوا موقوف دويل وتابعي تعالى مقطوع دويل أصلا مرفوع دويل أم سند غيل الخلي شرشي غيل الخلي شرشو صحيح خلي شرشي صحيح خلي شرشو سن ديال أثر ياسباق سن ساعة تاقا إيك إز إستروشكا خيش حنا كوشنك إدو توتع إز سرانيت سنتحا ستو بيسات بواسة بيسات ترى سرانيت سنتحا فوائد معرفة الموقوف والمقطوع قال لك دوية شوي موقوف حديث صحابي تو قال لك مقطوع حديث تابعي تو قال لك إذ دوزرا بيد نشخبه فائدة معرفتهما إشي دوزا بيد أن يتخير المجتهد من أقوال الصحابة والتابعين فلا يخرج من جملتهم إذ بيد ديربو مجتهد دوا صحابي تابعين سير دشنش خرجر فلا يخرج عن جملة سار آلته آر توالر فإن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس ولكنها يجو علم دق نيه اختلاف خوش ويقول طبعا سنة سوري من أني شاريازين وجين وعادوا يشي في قنقع أكو هر آلة وكو وجه آلة أولي دوت حدا دوت سارحون خاطة تاري آلة سآلة تأقى هقع اختلاف يهقع إز آلة وجه آلة أول دعوت ها اختلاف هون يوزا حو جين يشدي إذا حال دعبان قول عالم نيا صحاب شي آثار تابعين شي آثار شي رشتو إش دوز دي زون تأقى إبايد بون دوحا نقولش بك سير اختلاف هون صحابي تهوال هون تابعي تهوال هون شو لونك إمام شافعي سباق حقينا
أن من عواضد المرسل فتوى بعض الصحابة وعامة أهل العلم بمعناه صحابة نجح سنة مرسل حديث أغدشتك هدوبة إمام شافعي إذا صحابة الصحابش يلو فتوى مرسل حديث موضر يوچنگر تابعي تو يوچنگر سرازو عدوش تكدوك إذا غير حديث لوش مدى وندالشي يوقع حقينا صحابي تغيشي تابعينا يوچا جنوات صلى الله عليه وسلم تندينا مرسل حديث أغدش جارة دباهتو صحابي تو يل فتوى أو عامة أهل العلم بمعناه يدق بعلمنا ومعرفة الموقوف والمقطوع مما يعين على معرفة ما يوافق المرسل من أقوال الصحابة والتابعين ليحتج به سنخ بيد بق موقوف مقطوع دوزر اتو غدا مرسل حديثة اغدش تجمله تغي مرسل حديثة صحاب شي قميلت دوغ يتابعين شي قميلت دوغ الإخار صوت مرسل حديثة حجة لات قولوا بيدا أن الحديث قد يختلف فيه الرواة عالم ناخا رواة حديث رزق لا سخليشو فمنهم من يرويه مرفوعا ومنهم من يرويه موقوفا أو مقطوعا صعبوشار مرفوع ديوتي يوچنگر صعبوشار صحابش كرديوتي صعبوشار تابعينش كرديوتي فربما كان المرفوع خطأ والصواب أن الحديث موقوف على الصحابي مرفوع ديس إنه الحديث غير خليشورش دو غالت تورش يوقع أنيسنك إذا صحابي قديسنك خليشو يتابعين قديسنك خليشورش مقطوع فمعرفة الموقوف والمقطوع مما يعين على إدراك هذا النوع من علل الحديث تندر مرفوع مقطوع دوزر غيلة حديث عيولش العلة أكيرا غديش هم دويس بيولق بيدا بعض ما يروى عن الصحابة يكون له حكم الرفع تحضرش دلهما صحابش كردويتش دلو سنة حكم يلچنگر ديتش سن حكم خلعون به فمعرفة يستفاد منها معرفة المرفوع حكما سندل صحابي تنگر دينك دوزر مرفوع حكما جح مرفوع دولش دوزر سندون طيب حكما جح مرفوع ديك دوزر دون وكذلك بعض ما يروى عن التابعين يكون له حكم الرفع أيضا إشت تعدلش طلا تابعي قردينك أتن حكم مرفوع لورون تويس يلچن قرديتين سن مثلا تابعي جو يا صحابي جو غيبيات شهدويتش طلهم دو يا صحابي جو هقل أحسع آلشي هقل يالخلعون ونشتقو شي قرديتين مدات يشتهم سندت صحابي شتخاوين إذا يلچن قرخزي تابعين جو مثلا آلش قيمتين أخير دورش طلهم تا غيبيات شهديتشي وينخا إذا تو صحابش كالحية تيز صحابش يلچن قرحية تيز لكن هذا حينئذ يكون مرفوعا مرسلا تويس مرفوع دويز تابعي تزحمات مرسل مرفوع دويز كما أن بعض ما يروى عن التابعين يكون موقوفا حكما تويس هذا لا تابعين شكادويش تيك موقوف دو حكما قع بس حقيقة ذات إنه حكما قع لورش دوكيزيشت ولا شك أن تمييز هذا كله مما لا تخفى فائدته شيكو يوتش إشتي حق أستعامر تن بيدا قيل باتون روبق بيد بوتن والله أعلم طريق هو شوية الله استاح ويقر دالجات يقينوي أوروكي يخيو دلح وحينات حزل دو بغداد وك أوروكي أورا داق شاشة عقوتشا قادي ديقية قيقل ديوخ عن دالة والحمد لله رب العالمين.